دوري نخبة العراق لكرة اليد، مباراة مهمة للفريقين من أجل تحسين المراكز وأيضا من أجل ضمان الصدارة بالنسبة لفريق الكرخ. المباراة طبعا ستقام على ملعب الكرخ بعد أقل من 20 دقيقة، وبالتالي القراءة الفنية سيكون معي في الاستوديو الكابتن محمد حمزة. مرحبا بك مرة ثانية اليوم. تحية لشخصك الكريم ولقناتكم الموقرة وللعاملين فيها. دكتور فؤاد متعب، مرحبا بك مرة ثانية. تحية مسائية مرة ثانية لكل الكادر العامل بنقل المباراة الثانية بكرة اليد اليوم. أهلا وسهلا بكم. كابتن محمد، أبدأ معك. نتائج اليوم: الحشد ونفط البصرة والجيش ونفط ميسان والشرطة وذي قار. نتائج متوقعة باستثناء مفاجأة فريق نفط البصرة والحشد. نعم. بالنسبة لنتائج فريق الشرطة وذي قار يعني التباين بالمستوى، فالفوز كان متوقع، وكذلك نادي الجيش مع احترامنا وتقديرنا للفرق، ولكن هناك اكو تباين بالمستويات بس كابتن يحسب لنفط الميسان بتسجيل 22 هدف على نعم. فريق الجيش. هو حبينا سبقتنا فارق 6 نقاط يعني يعني مستوى تهديفي جيد بالنسبه لنادي نفط ميسان، نوجه لهم التحيه، وكذلك لنادي ذي قار اللي ايضا قدم مستوى طيب. لكن المفاجاه والمباراه الجميله اللي صارت اللي بين نفط البصره والحشد. حقيقه مباراه كانت ممتعه وجميله، في يوم رمضاني مثل ما يقولون جميل. قدم فيها نادي النفط البصره جمل تكتيكيه في الهجوم، وكان سلاح اللعب الجماعي، وهو نجح هاي الطريقه. يمكن هو الفريق الوحيد اللي شفناه في الدوري اللي يلعب باكثر من اسلوب في شوط واحد. يعني يمكن تقريبا هو الفريق المنفرد بهذا الموضوع، انه نشوفه خلال 10 دقائق يلعب باسلوبين، يرجع انه باسلوب متنوع. ما شفنا هذا الشيء. دائما الفريق يمتاز باسلوب واحد وينجح به ويمشي به، كل الفرق تقريبا. يعني كلامك سليم ودقيق. لو نريد ناخذ باختصار شديد بالنسبه للهجوم، كان اكثر شيء يلعب على التكتيك والتقاطعات ودوران الكره بدون استعجال، وهاي نقطه جدا مهمه نفتقدها في كثير من الفرق. ما كان يستعجل بالهجوم، ونجح في العمليه وخطف الاهداف وقدر يتواقف. واذا نجي نقيس نتيجه الشوط الاول بالثاني، الشوط الثاني نادي البصره متفوق. صح. نفط البصره. صح. اذا تيجي على الدفاع، كان دفاع جيد ومتماسك، قدر يوقف من خطوره اللاعبين نادي الحشد، وخصوصا عندهم 2 محترفين ولاعبين متمكنين، اللاعبين المحليين قدر يوقفهم وينجح في خطف التعادل. طيب. نعم. طيب، اروح الى قاعه ملعب الكرخ والزميل مصطفى والحديث عن مباراه اليوم بين فريقي الكرخ وكربلاء. مساء الخير زميلي مصطفى، تفضل على ما لديك من معلومات. تفضل. نعم حيدر، اكيد تحيه لك ولضيوفك الكرام ولكل مشاهدي قناه العراقيه الرياضيه. يعني حيدر، اكيد بعد فوز الجيش وايضا انتصار الشرطه، الان الضغط كله تحول على فريق الكرخ، اكيد من اجل استعاده الصداره ومواصله الصداره، من اجل اكيد انتزاع لقب الدوري الممتاز من فريق الشرطه. مباراه مهمه امام فريق كربلاء. فريق كربلاء اكيد يبحث عن تحقيق الانتصار، يعلم ان المباراه ليست بالسهله. فريق كربلاء اذا تحدثنا عن انتصار اليوم او تحقيق اي نقطه سوف يبقى اكيد في مركزه، عكس فريق الكرخ اللي ممكن الانتصار اليوم يعود به الى صداره المسابقه. والحديث اكثر ابدا مع دكتور احمد خميس المدرب المساعد لفريق الكرخ. كابتن، اكيد فوز اليوم، فوز الجيش وفوز الشرطه وضعكم امام ضغط من اجل استعاده الصداره. بسم الله الرحمن الرحيم. طيب، بدايه اهلا بكم اهلا بالضيوف الكرام بالاستوديو التحليلي. مثل ما تعرف المرحله الاولى انتهت بتصدر فريق الكرخ، ولهذا اصبح الضغوط اعلى، لان مثل ما تعرف المحافظه على النتيجه والانجاز هو اصعب من الوصول اليها. كل مباراه بالنسبه لنا تعتبر هي مباراه دوري، نتيجتها تكون حاسمه، ولهذا احنا نحسب لكل مباراه. فريق كربلاء من الفرق الممتازه، يمتلك مجموعه من الشباب الجيدين بالاضافه الى الخبره. عدينا العده الجيده وحللنا فريق كربلاء وحددنا نقاط القوه والضعف، وان شاء الله نتمنى التوفيق لاعبينا وان نحرز 3 نقاط تبقينا في فارق النقطتين عن اقرب الملاحقين انهم فريق الشرطه والجيش. بالنسبه لقائمه الفريق، حسب ما سمعنا اكثر من لاعب عندكم اليوم اصابه. والله نتيجه الضغوطات اللي صارت مباراه الشرطه ثم مباراه الجيش، عندنا اصابتين. هو جاسم قصاب على مستوى الكاحل، وهي هذه من المنتخب يعني ألمت به وظلت مستمره وياه،
بالاضافه الى اصابه اللاعب وائل على مستوى الاضلاع في مباراه الشرطه. حاليا الاثنين ليس مع الفريق. شكرا جزيلا، توفيق الجميع. ايضا ننتقل الى المدرب المساعد لفريق كربلاء الكابتن احسان علي راضي. تحيه لك عبر العراقيه الرياضيه. مباراه ليست سهله، فريق الكرخ فريق متميز، لكن اكيد هذه مباراه قابله لكل شيء. تحضيراتكم لهذا؟ بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا وسهلا بكم قناه العراقيه، واهلا وسهلا بالضيوف الكرام الموجودين. استاذنا العزيز، احنا عدينا للمباراه، بس تعرف انت الاجواء مال رمضان يعني تعبه للاعب، من غير الاصابات اللي تصير عندنا يعني اللعبات. فان شاء الله احنا عدينا لها المباراه، عدينا للمباراه اكثر. شاهدنا الفيديوهات اللي لعبنا على لعبات الكرخ، وان شاء الله يعني مباراة جميلة نقدم ضد نادي الكرخ. وتعرف انت نادي الكرخ مصدر دوري واحسن لاعبين عنده، مدربهم ما شاء الله عليه اماتين. احنا اماتين ما مقصرين ان شاء الله، الاداره والكادر التدريبي والاداره يعني ما مقصرين ان شاء الله ويانا. الحمد لله والشكر، ان شاء الله نقدم مباراة جميلة. لو سالتك عن ترتيب الفريق، المركز السادس حاليا، احنا رايك يعني بالمركز وفق ما موجود عندكم اللاعبين؟ احنا كمركز سادس او خامس، احنا هاي يعني حد الترتيب مالتنا، لان حد المستوى اللاعبين اللي عندنا لهنا يعني، او خامس او سادس. احنا نتنافس احنا ويا نفط الجنوب. البقيه بعد الله سبحانه وتعالى، اكو تغيير، اكو مفاجآت بالدوري، وان شاء الله موجودين. شكرا استاذنا. نعم حيدر، اكيد ان شاء الله ننتظر يعني مباراة جميلة بين الطرفين، واكيد الصوت والصورة لك الان، تفضل. شكرا لزميل مصطفى عصام. بالتاكيد المباراة راح تكون مثيرة بين الفريقين رغم الفوارق في الترتيب بين كربلاء والكرخ، لكن دائما كرة اليد هي ام المفاجآت، وابسط ما حدث في مباراة اليوم بين الحشد ونفط البصرة. اعود الى الكباتن وابدا مع كابتن فؤاد. وايضا احنا ما تحدثنا بشكل كبير بعد مباراة الحشد والبصرة، لهذا السبب ناخذ جزء بسيط. الحشد لم يكن في يومه مباراة اليوم، ام ان الفريق نفط البصرة هو اللي كان في يومه يعني، وقدر يخطف النقطة. بالتاكيد هو الفريق نفط البصره هو اللي كان بيومه، لانه التكتيكات اللي لعب بها المدرب يعني احترافيه، يعني اختار المراكز الدفاعيه اللي يقفلها على اللاعبين، وانعكس هذا على اداء النتيجه. بروز الحارس حسين، صح، يعني الكرات اللي تصدى لها حسين هي هم اثرت على النتيجه. لذلك هالعاملين هن الاساسيات اللي سببا عدم تركيز نادي الحشد. فشفنا يعني مثل ما قال المدرب هو فتور، بس هو يعني انا اقول هو عدم قله تركيز، لانه محاوله على محاوله على محاوله للاختراقات ما تنجح. زين، بالتصويب عندك الحارس دا يصد، فهذا كله يشتت تركيز اللاعبين. لذلك يعني شويه قل التركيز عندهم بالتهديف. لذلك النتيجه، وبالجهه المعاكسه هي النتيجه فريق نادي النفط البصره كان ممتاز يعني بالشق الدفاعي والهجومي. صح، ضاعت عندهم كرات لكن كانوا ممتازين. يعني احنا اليوم يعني بصعوبه قلنا النتيجه تنتهي بالتعادل، لكن المباراه كانت جميله من كلا الفريقين. منتظر ابدع من جهه الحشد. دفاع الحشد كان قوي. احنا نقدر نقول منتظر انقذ الحشد من الخساره، ساعدهم كثير يعني اقل شيء عنده 10 تصديات. طيب احنا حتى لا وقت لا ياخذنا مباراه الجيش والنفط الميسان، فارق ال8 اهداف، ايش يعطيك مؤشر؟ يعطيك مؤشر بان الجيش ما ممكن يعني ينافس فريق الكرخ والشرطه في ظل هذا السجل التهديفي اللي يتوب شباك مرمى. لكل مباراه ظروفها، لكل مباراه ظروفها. فريق الجيش فريق عنيد، فريق قوي، يمتلك لاعبين ممتازين على مستوى حراسه مرمى، الخط الامامي، الخط الخلفي، المدرب. الفريق متكامل وفريق عنيد بالمنافسه. طيب يعني قصدك نفط ميسان هو اللي فريق اللي خلينا نقول الشرس اللي قدر يدخل مع الكبار ويكون لهم ليس سهل يعني. بالمقابل فريق دا يكافح،
يعني مباراة شفنا احنا المباراة الماضية مع الحشد فرق 5 أهداف ممتازة، واليوم 8 يعني بدأ يتحسن. هذا همين جهد مدرب ولاعبين، يعني بدأ يتحسن من مباراة إلى أخرى، فاحنا نشد على أيديهم. مع العلم هم إمكانياتهم ضعيفة، يعني اللاعبين والإدارة إمكانيات ضعيفة للفريق المادية بالتأكيد. لذلك يعني احنا من نشوف هذا المستوى فنقول احنا بالمرحله الثانيه بدا يتحسن المستوى مالتهم، ومبروك مبروك لهم على هذا المستوى اللي يقدمون. فارق الاهداف بالشرطه لا واضح دليل انه الشرطه يريد يعوض خسارته امام الكرخ، واضح بالتاكيد يعني. فريق الشرطه الهدف الواحد ما يريد يخسره بعد، لانه خسارته للنقاط هذا لازم يعوض بالنقاط وبالاهداف. صح. لذلك فريق الشرطه يعني مستمر نحو المركز المنافس على المركز الاول. على مباراه اليوم كابتن فريق كربلاء اليوم عاد العده لفريق الكرخ ملعب الكرخ، جاي من سفر رمضان اجواء كلها، بالاضافه الى الفوارق الفنيه الموجوده، رغم انه نشوف يعني اكو غيابات ولا في الكرخ. كابتن فريق كربلاء شلون راح نشوفه في هاي مباراه اليوم وكيف ممكن يكون وكيف هي تشكيله؟ نعم، بالبدايه احنا يعني نقول فريق كربلاء دخل اليوم هو يعني تشكيلته متعرضه لكثير من النقصات. اولا مغادره اللاعبين علي سعدون علي صلاح، لاعبين اساسيين ومؤثرين للفريق. احنا ما يمكن ما نعرف الاسباب، لكن من غادروا الفريق اثروا عليهم تاثير كبير. صح. اصابه اللاعب حيدر كوكب ايضا اثرت عليهم. اللاعب احمد هاشم خارج تو من الاصابه، يعني حتى مشاركته راح تكون فعاليته اقل لانه ما قدر يستشفى استشفاء الكامل. صح. فلهذا عندهم بعض النقصات بالمراكز. يعني التشكيله المتوقعه في مركز الجناح اليسار ذراع اليمين امير احمد، والمركز الساعد اليسار الذراع اليمين احمد البطاط، مركز البلاي ميكر اكرم محمد، والمركز الساعد اليمين ذراع اليسار ايمان يحيى اللاعب الايراني المحترف، واللاعب الجناح اليمين ذراع اليسار حيدر كوكب، وعلى الارتكاز اللاعب علي الدور، وايضا يدعم اللاعب حسين كوكب. على مستوى الحراسه يعني حراستهم من الشباب والجيدين، حارس مقتدى واللاعب مهدي ايمن واللاعب حسين وليد. لكن بعدم وجود بديل كافي انا اعتقد اليوم المباراه راح تكون صعبه على فريق نادي كربلاء، لانه تكون يعني البدايه راح تكون دفاعيه واستهلاك الوقت في الهجمه الى ذلك، يعني ما عنده غير حل. سيناريو هيك ما عنده غير حل. بس اذا جابه يعني بمنافسه او بهجوم ضاغط او بدفاع ضاغط من فريق الكرخ طيب تكون صعبه. اروح على فريق الكرخ دكتور فؤاد، تشكيله متوقعه ويمكن الاسلوب يلعب به شنو؟ التشكيله المتوقعه هو اتوقع بهاي المباراه اكو غيابات؟ اي عندهم جاسم غصاب مصاب، وعندهم وائل حافظ مصاب، يعني حسب ما ذكر المساعد المدرب. اتوقع بالجهه اليمنى راح يلعب سهند واسامه رفعت، وعندك بالبلاي ميكر منتظر ناظم، عندك بالجهه اليسرى محمد علي او رامي، يعني واحد من عندهم لانهم اثنيناتهم يعني لاعبين بمستوى عالي، وعندك الساعد احمد الرفاعي واحمد طارق. اذا عنده اصابات بسيطه يقدر يعني بين احمد طارق بين احمد الرفاعي. الارتكاز عندك لؤي جمال يلعب كاساسي او مجتبى، دائما يبدي بيهم. و الحراس المرمى حسين عبد الهادي وزين العابدين واحمد وئام، يعني يبدي هو دائما لو حسين لو زين العابدين. كابتن في المباريات الماضيه من يواجه فريق الكرخ، فريق خلينا نقول اقل من ترتيبا في الدوري، دائما يحرج نفسه في اول 5 دقائق او 10 دقائق وبعدين يبدي يصلح ويعود المباراه. تتوقع هذا السيناريو موجود المباراه اليوم؟ لو لا اليوم يعني مثل ما شاف النتائج المباراه اليوم لازم يدخل بقوه بعد. هي احنا ما نقول يعني يحرج نفسه، ولكن هو عنده لاعبين يعني المفروض يهيئهم للمباريات اللاحقه، يعني لاحتمالات الاصابات، يعني الفريق لازم يكون كليته متكامل عنده، فينزلهم بالمباريات اللي هو يعتبرها اقل من مع الفرق السابقه من الفرق المنافسه على الدوري. لذلك تشوفه بدا مباراتين وبدا رجع غير التشكيل. ليش؟ لانه احداث المباراه ما بدات تميل لهم، فلذلك بدا بتشكيله رجع تشكيله ثانيه. فالمرونه التكتيكيه موجوده عند فريق الكرخ بشكل كبير، يعني تشوفه بالدفاع يقدر يغير
بالمراكز، تشوفه بالهجوم يقدر يغير بالمراكز. هي ايهما افضل انه لا يبدي بدايه قويه يحسم اللقاء وبعدين يريح، لو يريح اللاعبين اللي ابذلوا مجهود في المباراه الماضيه يعني؟ من قراءتنا المباراتين سابقتين بدا باللاعبين اللي مرتاحين، يعني مو الاساسيين خلينا نقول. لكن ما مشت عده، لانه شوي النتيجه بدات تبتعد، فرجع مباشره قرأ المباراه، رجع مباشره، رجع اللاعبين، رجع الفرق. اليوم يريد يبدي بالفرق، احتمال هاي تكتيك المدرب، يريد يبدي باللاعبين اللي هو مقتنع بهم اليوم يبدي، بس انا اتوقع اليوم يبدي يعني ما يبدي باللاعبين اللي اساسيين اللي يلعبون المباريات القويه، يعني همين يريحهم، احتمال عنده اصابات بسيطه، وهمين ينطمجان بقيه المباريات القويه. بالتاكيد الدوري طويل، بعد عنده مباريات هوايه، ويحتاج كل اللاعبين يكونون على جاهزيه عاليه. طيب الخطه اللي تتوقع راح يلعب بها، هل يلعب بها 6-0 راح يلعب اول دقائق حتى يشوف جس نبض الفريق كربلاء، لو لا من البدايه هو واضع خطه مسبقا كيف يدافع وكيف يهاجم؟ المباريات السابقه هو بدا بخطين، يعني 5-1 4-2، بعدين يرجع يستقر على 6-0 حسب. اتوقع اليوم راح يبدي احتمال 5-1. كل المباريات اللي يبديها مو 6-0 او 5-1 تحسه يعاني صعوبه يعني فريق الكرخ. فريق الكرخ يعني لانه المدرب يشرك اكثر اللاعبين ببدايه المباراه، يعني تحس نوعا ما يعني نوعيه الاستقرار بسيطه، لكن بعدين بدا يعني ويا احداث المباراه يرجع يستقر على التشكيله الاساسيه اللي دائما هم اللي يلعب بهم. طيب نعم. طيب كابتن محمد حمزه، توقعاتك للشوط الاول؟ يعني تعتمد على العشر دقائق الاولى، بس الافضل على الارض وعلى الورق الكرخ. شوف فارق اهداف لو راح تشوف منافسه من الكرخ؟ لا يعني يكون قريبين على بعض، يعني اكو فارق بس قريب. طيب كابتن فؤاد؟ فارق اهداف يعني بحدود الاربع اهداف 5 اهداف حسب المباراه، لكن الفارق الكبير يبدي بالشوط الثاني. يعني تتوقع يعني يكون الكرخ ند في الشوط الاول لفريق الكرخ؟ كربلاء يكون كربلاء يعني دقائق مباراة يعني، لكن اكو فارق بالمستويات. طيب اذا احبتي المشاهدين نذهب الى قاعة نادي الكرخ، ومباراة مهمة بين فريقي الكرخ وكربلاء. بالنسبة لفريق الكرخ باعتبار انه بعد فوز المتصدرين فريق الجيش والشرطة وصلوا إلى 31 نقطة، بحاجة فريق الكرخ أن يعزز صدارته بالفوز بمباراة اليوم. أيضا كربلاء طامح إلى تحسين مركزه في مباراة اليوم، وبالتالي مباراة مهمة للفريقين من أجل أن يكون ترتيبهم أفضل لفريق الكرخ وحتى لفريق كربلاء. المباراة طبعا تقام على ملعب الكرخ ومنقولة على قنوات شبكة الإعلام العراقي. اليوم هاي المباراة تنقل عبر قناة السريانية، وبالتالي مستمرين في نقل الدوري النخبة العراقي لكرة اليد عبر جميع قنوات شبكة الإعلام العراقي الرياضية والكردية والسريانية وحتى التركمانية. نذهب إلى هناك والتعليق مع الزميل المتألق علي عنب. إلى هناك. شكرا زميلي حيدر، هذا الشكر موصول للكباتن الكرام متواجدين في الاستوديو التحليلي. أعزائي مشاهدي قنوات شبكة إعلام العراقي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم بأجمل التحايا وأمسية رمضانية جميلة على مستوى كرة اليد العراقية. قاعة الكرخ تستضيف لقاء مهم جدا من الجولة الثانية من المرحلة الثانية من الدوري النخبة العراقي لكرة اليد لهذا الموسم 23-24. الكرخ في ملابسه الصفراء يستقبل كربلاء في الملابس البيضاء. العميد الكربلائي مع الكناري، طبعا عصفور الكناري للكرخ الأصفر الذي يتألق ويتصدر دوري النخبة العراقي برصيد 30 نقطة، لكن بعد فوز فوز فريق الشرطة. أيضا اليوم فاز فريق الشرطة، فاز فريق الجيش، لكن الحشد تعثر أمام نفط البصرة. فوز الشرطة على ذي قار، فوز الجيش على نفط ميسات، وبالتالي الكرخ يعرف تماما أهمية هذا اللقاء، أهمية الثلاثة نقاط. الهجوم الأول لمصلحة فريق كربلاء، أكيد بداية الروح الرياضية. نشاهد فريق كربلاء يبدأ باللاعب علي محمد جودي، وأيضا اللاعب الإيراني
إيمان يحيني. هذا إيمان إلى اللاعب ساجد عامر، محاولة الآن لمصلحة الكربلائي، هنا تصويبة لكن بعيدة وللخارج. طبعا طاقم تحكيم مؤلف من حيدر سلمان وعمار، نعم عمار ناصر. وهنا خطأ على لاعبي فريق كربلاء، عادت لمصلحة فريق الكرخ. أبو المجد تصويب هدف أول، هدف أول للاعب المصري أبو المجد. وضع على الصورة أحمد رفاع أبو المجد المحترف المصري الذي يستشبه شريف المرسي مدرب نادي الكرخ. شريف المرسي وتعاقد لمدة 3 مواسم بعد عودة نادي الكرخ إلى كرة اليد من جديد. وأكيد يعني فريق الكرخ يمتلك 11 لقب. محاولة الآن لمصلحة فريق كربلاء، البحث عن التعديل ولا تصويبة من أحمد هاشم، لكن أحمد هاشم وإلى الخارج وبطاقة صفراء على منوني على منتظر ناظم. هذا هو أحمد هاشم صاحب الخبرة والتجربة. أبو المجد تصويبة ولكن ممتازة من مقتدى جلال حارس مرمى فريق كربلاء. حراس الشباب أتكلم عن أقل من 20 عام عمر هذا اللاعب مقتدى جلال. أحمد هاشم إلى إيمان، إلى اللاعب علي محمد جودي، إلى ساجد عامر، تمريرات للخط الخلفي. 4-2 بدفاع متقدم لمصلحة الكرخ في بداية هذا اللقاء. البحث عن أكيد منظومة دفاعية يجب أن تكون قوية للكرخ. طبعا هنا محاولة من إيمان لكن تصويبة وإيقاف للوقت، إيقاف للوقت من قبل الحكم عمار. الكبل المتألق عمار ناصر وحيدر سلمان. دار مباريات كبيرة روح رياضية موجودة ما بين الإيراني إيمان والمصري أبو المجد. عادت لمصلحة فريق كربلاء، الباحث عن التعديل. علي محمد جودي إلى إيمان، أحمد هاشم. إيمان من جديد، البحث عن زاوية للتصويب. دفاعات الكرخ قوية، محاولة الآن دخول وتصويب ولكن القام. ماذا هناك استبعاد، نعم إيقاف لمدة دقيقتين على منتظر ناظم على منوني بعد طبعا لقطة شاهدها الحكم عمار، وبالتالي أول إيقاف خروج الحارس حسين عبد الهادي، وأكيد دخول أسامة رفعت. شاهد والحافظ جاسم غصاب، بدر الدين حمودي غير متواجدين في. وأيضا طبعا أتكلم عن لاعب الدار المصري لؤي جمال. يحاول شريف المرسي، يعرف تماما لديه أدوات، لديه لاعبين، لديه دكة بدلاء قوية يريد استغلالها. على الورق أفضلية لنادي الكرخ، أفضلية واضحة لنادي الكرخ لما يضمه من لاعبين على مستوى عالي، لاعبين المنتخب الوطني وأيضا محترفين على مستوى عالي، لؤي جمال وأيضا أبو المجد اللاعب المصري. هنا المحاولة أبو المجد، ماذا هناك؟ إشارة اللعب السلبي من حكام اللقاء. دفاع قوي من فريق كربلاء في هذه اللقطة، وما زالت المحاولة لمصلحة نادي الكرخ. كم تمرير أبو المجد، تكلم مع عمار. هنا أبو المجد يمرر لأحمد طارق، وهدف ثاني لمصلحة فريق الكرخ. هدف ثاني لمصلحة الكرخ عن طريق اللاعب أحمد طارق. علي محمد جودي إلى سجاد لعلي محمد من جديد. علي يحاول الآن فريق كربلاء يبحث عن تسجيل الهدف الأول وتصويب، لك حسين عبد الهادي. عادت لمصلحة الكرخة. الفاست بريك سهند، يا الله فاست بريك سريع جدا، وسهند أشرف اللاعب الأشول لاعب الجناح الأيمن ينطلق ويصوب ويسجل الهدف الثالث. 3 مقابل لا شيء. والحافظ غير موجود على دكة البدلاء، نعم غير جاهز بسبب الإصابة
بسبب الإصابة غير جاهز، والحافظ لاعب مؤثر جدا. سجاد إلى إيمان، يحاول إيمان يبحث عن تصويب سجاد، لكن بلوك ناجح وعادت سريعة. محمد علي مهدي باللقطة فنية جميلة من محمد علي مهدي، وفاست بريك آخر هذه المرة عن طريق الجناح الأيسر. محمد علي مهدي يسجل، منتخبنا الوطني يسجل الهدف الرابع. 4 مقابل لا شيء. 4 أهداف مقابل لا شيء. أحمد هاشم كربلاء لغاية الآن لا يجد نفسه على المستوى الهجومي بسبب التنظيم الدفاعي القوي والقوي جدا لفريق الكرخ. يحاول الآن إيمان الإيراني يتقدم ويصوب، لكن هناك رمية 7 أمتار. رمية 7 أمتار بعد دفاع داخل منطقة 6 متر، وبالتالي رمية 7 أمتار. من على التصويب؟ هل على الدر؟ سير عبد الهادي، وهنا التصويب وهدف أول. هدف أول عن طريق أكرم محمد، يسجل أول أهداف فريق كربلاء ويخلص فرق إلى 3 أهداف. منون إلى مجتبى، لكن مقتدى ممتازة من مقتدى، تصدي بكرة مواجهة أمام مجتبى، والمحاولة الآن عاد مصلحة فريق كربلاء. إيمان أمام أبو المجد، دافع بقوة أبو المجد أمام إيمان. علي أحمد كاظم البطاط الذي ينتقل إلى كربلاء في هذا الموسم. علي محمد جودي، أحمد البطاط، تمريرات مصلحة فريق كربلاء. هنا تصويبة لكن إلى الخارج. هنا تمريرة طويلة، يا الله يا مقتدى، حلوة من مقتدى من أمام سند أشرف. للمرة الثانية يتصدى مقتدى جلال يتصدى. هنا إيمان إلى أكرم هاشم، أو أحمد هاشم. ينجح أحمد هاشم لاعب الزاوية، ينجح بتسجيل الهدف الثاني. الهدف الثاني لمصلحة نادي كربلاء، يقلص الفارق إلى هدفين. أبو المجد إلى منوني، يحاول الآن فريق الكرخ شاهد الهدوء. لا وجود الاستعجال. سهند أشرف إلى أسامة، لا سهند من جديد لأسامة. هل شرط اللعب السلبي الآن؟ منوني يحاول فريق الكرخ. ماذا هناك؟ أكرم محمد، هل هناك إيقاف بعد التدخل القوي من أكرم محمد باتجاه منتظر ناظم منوني؟ وقرار الحكم ماذا احتسب؟ أعتقد إيقاف موجود. نعم، أعتقد الإيقاف موجود على أكرم محمد. هذا هو منوني. نعم، إيقاف على أكرم محمد، أول إيقاف على لاعب فريق كربلاء. أبو المجد منوني لأسامة، رفعت وهدف. صعبوا على مقتدى جلال، والهدف الخامس لمصلحة فريق الكرخ. 5 الكرخ 2. طبعا كادر التدريبي مرسي أبو العباس، حمود الناصر، أحمد خميس، ومدرب الحراس مصطفى ياسين. فريق كربلاء الآن يلعب بدون حارس مرمى لأجل اكتمال العدد. خروج الحارس مقتدى ودخول لاعب. أحمد البطاط إلى علي محمد جودي، تمريرة يبحث الآن فريق كربلاء، تصويب وهدف جميل عن طريق علي محمد جودي. الهدف الثالث. أبو المجد، هجوم سريع، أحمد إلى سهند لأحمد إلى أبو المجد، ودخول وتصويب وهدف. مهارة فردية جميلة من أبو المجد اللاعب المصري، يسجل هدف آخر لمصلحة نادي الكرخ.
6 مقابل 3، فارق 3 أهداف. علي محمد جودي إلى أحمد كاظم، علي محمد جودي من جديد، إيمان 5-1 الآن، وهذا تصويبة، ماذا هناك؟ رمية 9 أمتار، خطأ على مجتبى باسل. عادت مصعد فريق كربلاء، تمريرة خلفية أحمد هاشم إلى علي محمد جودي، هنا التصويب لكن بلوك موجود، عادت لإيمان، إيمان حاول لكن دفاع قوي، دفاع قوي من لاعبي الكرخ. إيمان يبحث عن التصويب، أيضا بلوك قوي، بلوك قوي، عادت لأحمد هاشم ورمية 7 أمتار، رمية 7 أمتار على أبو المجد. دفاع داخل المنطقة على أبو المجد الذي يبتسم. نقاش ما بين حكام هذا اللقاء حيدر سلمان وعمار ناصر. رمية 7 أمتار أخرى لمصلحة فريق كربلاء. دخول زين العابدين حارس المرمى أمام أكرم محمد، هل ينجح أمام زين العابدين؟ أكرم ينجح، أكرم ممتاز، لديه مهارة تصويب على مستوى 7 أمتار. والهدف رقم 4. 10 دقائق مرت عبد المشاهدين. منوني إلى أبو المجد وسجل أبو المجد، ممتاز من أبو المجد، سجل الهدف رقم 7. سبعة الكرخ 4 كربلاء، يعود الفارق 3 أهداف. أحمد هاشم، كربلاء يريد الاستعجال، يريد أن تكون الهجمة منظمة، أن تكون الهجمة مركزة. ما زال فريق الكرخ يلعب بخطة 5-1 على المستوى الدفاعي. إيمان إلى أحمد كاظم، إلى إيمان من جديد، يحاول أن فريق كربلاء تمريرة جميلة، هل ينجح منوني؟ لم ينجح منوني، والهجوم المرتد السريع لأبو المجد أمام مقتدى، ينجح أبو المجد اللاعب المصري يسجل الهدف الثامن. إضافة أبو المجد، إضافة اللاعب أبو المجد، إضافة، ويسجل الهدف الثامن. 8 مقابل 4. فارق 4 أهداف لغاية الآن لمصلحة نادي الكرخ بعد مرور 11 دقيقة. إيمان يلعبها لعلي كاظم، تصويبه لكن بلوك موجود. نعم، البلوك موجود في هذا اللقطة من أمام علي كاظم. نعم، يجب أن تلعب الكرة من الزاوية. من جديد مصلحة فريق كربلاء، يبحث عن التقليص أحمد كاظم، لكن هناك خطأ، رمية 9 أمتار. أحمد لأكرم، حاولان تمريرة وهدف جميل، هدف جميل عن طريق علي الدور أمير لاعب الدائرة منوني. هناك خطأ، نعم خطأ لمصلحة فريق الكرخ. من الكرخ 5 كربلاء. أبو المجد، سامة رفعت، تغييرات بين لاعبي الخط الخلفي بالنسبة لفريق الكرخ. منوني، تقدم منوني وصوب، وهدف، هدف، مهارة كبيرة لمنوني في هذه اللقطة. أكرم محمد إلى أحمد هاشم، ينجح هدف ممتاز، هدف سريع لأحمد هاشم مصعد فريق كربلاء. 9-6، فارق 3 أهداف. أبو المجد وهدف أيضا لمصلحة فريق الكرخ. 10-6، فارق يصل إلى 4 أهداف من جديد. وهنا تصويبه، ماذا هناك؟ إيقاف لمدة 2 دقيقتين على من؟ على منوني مرة الثانية يتم إيقافه في أقل من 15 دقيقة. منوني إذا تعرض إلى إيقاف ثالث
خلاص فيطرد من هذا اللقاء. فريق الكرك منقوص الآن من لاعب علي محمد جودي إلى إيمان، تمريرة جميلة، يحاول الآن تمريرات جميلة لكن مرت على أحمد هاشم، مرت على أحمد هاشم وذهبت للخارج. عادت الآن لمصلحة نادي الكرك. أبو المجد سهند إلى أسامة. أبو المجد الآن هو من يقوم بدور صناعة الألعاب. أبو المجد نعم بعد خروج منوني. أسامة رفعت وأبو المجد وأحمد طارق، ثلاثي الخلفي لفريق الكرك. أسامة رفعت والمدرب وسام فاضل وكلام مع حيدر سلمان. نقاش حول اللقطة الأخيرة لا وجود في هذا الخطأ. نعم لقطة واضحة. أسامة رفعت لمصلحة أحمد طارق. ماذا هناك أيضا خطأ، خطأ آخر لمصلحة فريق الكرك. أبو المجد تمريرة مجتبى، مرت على مجتبى لم يستطيع السيطرة على الكرة، وعادت لمصلحة فريق كربلاء. علي محمد جودي تصويبة لكن تألق لحسين عبد الهادي مرة أولى وثانية، مرة أولى وثانية. حسين عبد الهادي ينجح من أمام لاعبي كربلاء. وهنا المحاولة الآن وقطعت الكرة لكن مجتبى ومتابعة، متابعة من مجتبى، متابعة من مجتبى، وهدف لمصلحة فريق الكرك. هدف رقمه 11 مقابل 6. يحاول الآن فريق كربلاء يقلص الفارق، الفارق وصل الفارق إلى 5 أهداف. أحمد علي محمد جودي، علي محمد يحاول الدخول والتصويب ورمية 7 أمتار، رمية 7 أمتار. شاهد مرة 16 دقيقة من الشوط الأول، مرت 16 دقيقة من الشوط الأول. رمية 7 أمتار ثالث أكرم محمد، وهنا حسين عبد الهادي يتصدى حسين عبد الهادي من امام اكرم محمد في هذه الرميه الجزائيه. ينجح حسين عبد الهادي. رامي ابو المجد لمنوني، يعود منوني من جديد لكن حذار يا منتظر، اذا تعرضت الى ايقاف ثالث سوف تطرد من هذا اللقاء. منوني، أبو المجد دخول وتصويب لكن مقتدى، عادت لمرتضى علي. ينجح مرتضى علي بتسجيل هدف رقم 12 لمصلحة فريق الكرك. فارق 6 أهداف، نعم نتيجة منطقية عطفا على الفوارق الموجودة ما بين الكرك وكربلاء. هنا وسام فاضل يطلب وقت مستقطع.
ينتهي الوقت المستقطع الذي طلبه المدرب. طبعا على الشاشة، الموجود على الشاشة وسام فاضل يحاول إعادة ترتيب الأوراق على المستوى الدفاعي والهجومي. على محمد جودي إلى أحمد. الآن نشاهد دخول رامي ومرتضى وبدر الدين. الآن بدأت التبديلات من شريف المرسي. يحاول الآن إيمان إلى علي محمد. دفاع قوي فريق الكرخ في هذه الهجمة. لاعبي كربلاء يجدون صعوبة. وصلت إلى الزاوية وهدف جميل، هدف جميل لمصلحة فريق كربلاء عن طريق اللاعب أمير أحمد. هنا دخول محمد علي مهدي وهدف سريع جدا، سريع جدا من لاعبي فريق الكرخ. 13 مقابل 7. إيمان على محمد جودي. على محمد جودي لأيمان. يحاول الآن فريق كربلاء أن يقلص الفارق. 6 أهداف الفارق. الكرخ يبحث عن تعزيز الصدارة. دفاع قوي محمد علي مهدي من أمام علي محمد جودي. أحمد تصويبة لكن ارتطمت بالبلوك. نعم، بلوك قوي من لاعبي فريق الكرخ وذهبت إلى الخارج. تلعب استنف اللقاء من جديد. 13 الكرخ 7 كربلاء. خطأ 9 أمتار. إيمان على محمد جودي لأحمد. تصويبة هدف جميل. نعم، خبرة كبيرة من أحمد البطاط، خبرة كبيرة من البطاط. سريعة لمصلحة فريق الكرخ. يحاول لكن دفاع قوي، دفاع قوي من لاعبي كربلاء على مرتضى. بدر الدين. منوني إلى بدر الدين. بدر الدين حمودي. تمريرة لم تصل. عادت لمصلحة فريق كربلاء. 13-8. 20 دقيقة مرت من أحداث الشوط الأول لغاية الآن. الفارق 5 أهداف. الفارق مقبول بالنسبة لفريق كربلاء. إيمان إلى علي محمد جودي. أحمد البطاط لعلي محمد جودي من جديد. يحاول فريق كربلاء. دفاعات الكرخ قوية جدا في الشوط الأول. إيمان يحاول الدخول من أمام مرتضى علي. تصدي حسين عبد الهادي. فاست بريك. رامي علي من أمام مقتدى. صعب على مقتدى كرة مواجهة. ورامي علي ينجح بتسجيل هدف رقم 14. نعم، 14 لمصلحة الكرخ، 8 لكربلاء. الآن لمصلحة فريق كربلاء الهجوم. هل ينجح بالتقليص؟ فرق يزداد إلى 6 أهداف. 10 دقائق أخيرة من الشوط الأول. يحاول الآن على الدور إلى إيمان. إيمان إلى علي محمد جودي. إلى أحمد. تمريرة إلى أمير من جديد. محاولة لفريق كربلاء صعبة، صعبة جدا. دفاع قوي، دفاع قوي من فريق الكرخ. علي محمد جودي وهذا تصويبه وهدف. تصويبه وهدف. نعم نعم نعم. خطأ وإيقاف لمدة 2 دقيقتين على إيمان. لماذا الإيقاف؟ يجب عندما تلعب الكرة، عندما تلعب كرة الإرسال يجب اللاعب المنافس أن يكون خارج الدائرة حتى يقطع الكرة. إيمان يحييني اللاعب الإيراني قطع الكرة وهو داخل الدائرة عندما لعب الإرسال لاعب فريق الكرخ، وبالتالي إيقاف مستحق. نعم، هنا مرتضى ينجح مرتضى علي. والهدف رقم 15. معاناة كبيرة لفريق كربلاء على المستوى الدفاعي.
أحمد هاشم يحاول الآن فريق كربلاء. أحمد البطاط إلى أمير أحمد من جديد، تغييرات لا وجود للمفاجأة. يحاول لاعب حسين كوكب الآن بين المحاولة، يبحث عن زاوية التصويب. أحمد هنا تصوب لكن حسين عبد الهادي يتصدى. حسين عبد الهادي أقل من 8 دقائق على نهاية هذا الشوط. خطأ آخر لمصلحة فريق كربلاء. أحمد إلى علي محمد، إشارة اللعب السلبي. نعم تمريرة واحدة فقط، يجب أن يصوب أحمد هاشم. تمريرة واحدة فقط يجب أن يصوب الآن فريق الكربلائي. صوب أحمد كربلاء لكن البلوك موجود. تمريرة بالخطأ والفاست بريك. بدر الدين ينجح بدر الدين حمودي تسجيل الهدف السادس عشر. تسجيل الهدف السادس عشر. 16 مقابل 9. ازداد الفرق الان الى 7 أهداف لمصلحة فريق الكرخ، وتزداد الصعوبات على فريق كربلاء. نتيجة الذهاب فاز الكرخ بفارق 12 هدف 34-22. يعني لغاية الآن في الشوط الأول الفارق 7 أهداف. هل يتكرر فارق 12 هدف؟ أحمد هاشم يحاول أحمد إلى أيمان من جديد. أمير أحمد إلى علي محمد جودي. تمريرة جميلة، تمريرة جميلة، أسس جميل من علي محمد جودي. ماذا هناك؟ ماذا هناك؟ السلامة على الدور. أمير لاعب الدارة. حسين عبد الهادي يتأكد من سلامته على الدور. أمير هل هناك عقوبة إدارية من الحكم حيدر سلمان؟ نعم هناك عقوبة إدارية. مصلحة فريق الكرخلان. 16-10. أحمد طارق تمريرة خلفية لكن هناك خطأ على أحمد هاشم. تمريرة خلفية جميلة لرامي علي لكن لم تصل. أحمد وقت مستقطع يطلبها المدرب المصري شريف المرسي. يحاول إعادة ترتيب الأوراق من جديد. ينتهي الوقت المستقطع الذي طلبه شريف المرسي. بعد نستلف اللقاء من جديد أحبة المشاهدين. الشوط الأول متبقي تقريبا 5 دقائق وبضع الثواني. الكرخ يتقدم على كربلاء هنا في قاعة نادي الكرخ في العاصمة الحبيبة بغداد. 16 مقابل 10. الدور الثاني من المرحلة الثانية. الكرخ يبحث عن البقاء بالصدارة وتعزيز الصدارة. هجوم مرتد سريع وهدف. هدف آخر لمصلحة فريق كربلاء عن طريق حسين كوكب. نعم حسين كوكب الحسني والده لاعب
منتخباتنا الوطنية، وأيضا درب المنتخبات الوطنية على مستوى الفئات العمرية. اسم كبير كوكب الحسني، وثلاثة أولاد الآن يلعبون كرة يد، وهذا هدف جميل من أسامة رفعت، ومحاولة الهجوم السريع، لكن عاد الحارس حسين عبد الهادي سريعا. يحاول الآن فريق كربلاء، أحمد هاشم صوب وهدف. هدف لمصلحة نادي الكربلاء، هدف رقم 12، قلص الفارق إلى 5 أهداف. من أبو المجد، تمريرة للخارج من أبو المجد، نوفر على فريق الكرخ. يحاول الآن فريق كربلاء أن يقلص الفارق إلى 4 أهداف. هنا محاولة دخول من حسين كوكب، لكن دفاع قوي في هذه اللقطة. حسين كوكب الآن يخرج ويدخل أحمد البطال. علي محمد جودي لأحمد، إيمان، أحمد هاشم. يحاول فريق كربلاء للتقليص إلى 4 أهداف. إيمان إلى أحمد، إلى علي محمد جودي، أحمد هاشم، محاولات، تمريرات، تقاطعات، هل تنتهي بهدف؟ دفاع قوي جدا من فريق الكرخ في هذه اللقطة. نشاهد إشارة اللعب السلبي الآن. نعم، إشارة اللعب السلبي. على الدرامي يلعب الدارة على رمية 9 أمتار إلى أحمد، تصويبة لكن بلوك من أمام أحمد البطاط. تمريرة واحدة فقط متبقية، وهنا من زاوية صعبة جدا. نعم، من زاوية صعبة جدا، ولم يتم تسجيل هدف حتى من صعد فريق كارخ. أبو المجد دخول وتصويب وهدف، هدف عن طريق أبو المجد. يحاول الآن فريق لكن لم ينجح فريق كربلاء. هجوم مرتد سريع، بدر الدين ينجح بلقطة فنية. هدف آخر لمصلحة فريق الكرخ، الهدف 19. فريق الكرخ يصل إلى فارق 7 أهداف، ومن ثم فريق كربلاء يقلص إلى أقل من 7 أهداف. نعم، لم يزيد الفارق عن أكثر من 7 أهداف خلال الشوط الأول الذي على وشك أن ينتهي. علي محمد جودي إلى أكرم، علي محمد جودي إلى إيمان إلى علي. البحث الآن عن تمريرة جميلة لأكرم، لكن يتألق حسين عبد الهادي. أحمد طارق إلى أسامة رفعت، بدر الدين إلى أسامة من جديد، عودة منوني يعني بغياب جاسم غصاب ووائل حافظ. فريق الكرخ لم يعاني على مستوى صناعة اللعب. منوني خطأ على منتظر ناظم. نعم، ووك واضح، الووك واضحة على منتظر ناظم على منوني، وبالتالي خطأ. آخر 10 ثواني ولم ينجح. وهنا المحاولة التصويب لم يتم احتساب أي شيء، وينتهي الشوط الأول بتقدم فريق الكرخ على كربلاء 19 مقابل 12. للمشاهدين لا تذهبوا بعيد، الصراحة قصرنا. نعود إليكم مجددا. زميلي حيدر، أعود إليك بالصوت والصورة والكلام الفني عن أحداث الشوط الأول.
شكرا لزميل علي عنب. بالتاكيد انتهت مباراه الشوط الاول بتقدم فريق الكرخ بفارق 7 أهداف على فريق الكربلاء، يعني 19 مقابل 12 هدف. طبعا المباراه تقام ضمن الدوري النخبه العراقي لكره اليد على ملعب الكرخ، وبالتالي هاي المباراه هي لتعزيز الصداره بالنسبه لفريق الكرخ ولتحسين المراكز بالنسبه لفريق كربلاء. عوده للكباتن في الاستوديو، كابتن محمد حمزه وفؤاد متعب، مره ثانيه ارحب بكم والحديث عن فريق كربلاء. كابتن فريق كربلاء في بدايه المباراه كان يعني نوعا ما يؤشر او مؤشر ان المباراه راح تذهب باتجاه واحد. تحسب لفريق كربلاء، بدا يعود تدريجيا وقلص الفارق يعني الى نقاط قليله، لكن في العشر الدقائق الاخيره لا، شفنا توسع الفارق الى 7. رغم ذلك ايضا تحسب لفريق كربلاء انه يقدم هذا المستوى في ظل الظروف اللي يمر بها. نعم، بالبدايه من الواضح انه فريق كربلاء من لعب يعني كان تحت اسم الكرخ، يعني انه هو متصدر دوري، بس بعد مرور الوقت، بعد مرور ال10 دقائق الاولى دخل في جو المباراه وبدا يسجل، بدا يتفاعل، بس من الواضح جدا انه هو متاثر بالغيابات، يعني عنده يعني البديل عنده بس لاعبين 2، وهي يعني شغله في كره اليد صعبه جدا. صح. عنده اصابات وعنده غيابات، انتقال لاعبين، 2 لاعبين تركوا الفريق، فهذا اثرت عليه. ومع ذلك انا اشوف انه في الناحيه الهجوميه قدم مردود طيب، تقاطع، سجل اهداف، سوى الاسيست مالته للاعبين الزوايا، سجل اهداف. لكن اكو نقطه مهمه بالهجوم، انه اللاعب الايراني ما كان موفق، الايراني ما يعني وما قدر يعني يساعد الفريق، يعني يعمل. فلهذا ترى الشوط الاول هو الاداء مالته يعني غير مقنع بالنسبه للاعب محترف. اما اللاعبين الباقيين اللي هو حسين كوكب واكرم والبطاط واحمد هاشم بدأوا يتفاعلون بيناتهم، صارت هناك تقاطعات. الهجوم كان يعني تجي اهداف رغم انه، بس اللي كان التاثير بالدفاع حالتين. الحاله الاولى كان الدفاع ماكو انسجام، ترابط بالدفاع. صح. اللاعبين اللي كانوا معتمدين عليهم بالدفاع واللي كانوا مصابين واللي يعني غادروا الفريق اثروا عليهم، فما يلحق المدرب انه يعني يعيد الشغله الثانيه اللي اثرت عليهم. لو تلاحظ نسبه عاليه من اهداف الكرة جاءت من الهجوم السريع، فاست بريك. عدم رجوع فريق كربلاء، رجوع سهل المهمه لفريق نادي الكرخ في احراز الاهداف. فنلاحظ بعض الاهداف حتى الفريق واقف والكرخ يروح يهجم وحده، فهاي اثرت عليهم. لكن مع ذلك انه يعني فريق كربلاء رغم هاي كل الظروف اللي يتحط به، لكن موجود هو، لكن هو موجود ودا يقدم. والحارس مالته ايضا صد بعض الكرات، لكن عندما يواجه من منافس والمنافس يدخل عليه بطريقه مريحه تكون عمليه الصد صعبه عليه. صح. نعم. كابتن فؤاد، بالنسبه لفريق الكرخ، بما انه هو صراع على الصداره ولازم كل شيء يحسب، وذكرنا ان فريق الشرطه يفكر حتى بالاهداف في سبيل الرجوع للصداره، هذا العمليه لازم تنطبق على فريق الكرخ. نلاحظ ان هناك اهدار في عمليه ضياع الفرص واستقبال الاهداف. في المباراه الماضيه مع ذيقار فريق الكرخ كان فرق 10 اهداف، بينما الشرطه اليوم فرق 20 هدف على ذيقار. ايضا اليوم نحس الفارق 7 اهداف قياسا يعني بالمباريات كربلاء مع الشرطه او مع الجيش، تحس اكو فارق اكثر يعني، وبالتالي هاي ايضا لازم تكون في حسبان فريق الكرخ. يعني اوكي هو ممكن يحقق النتيجه 3 نقاط، لكن ب3 نقاط مصحوبه بسكور عالي من الاهداف، هو هذا المطلوب باعتبار انه المنافسه صارت كلش شرسه. هو التاكيد عند المدرب هو ياكد على النقاط، لان النقاط هي اللي الحاسمه بالدوري. دا يشارك اللاعبين يعني مو الاحتياط، الخط الثاني خلينا نقول، اللاعبين اللي ما يعتمد عليهم، ويمازجهم ويا اللاعبين الاساسيين. يعني هنا نعتمد في اوقات معينه تحس اللاعبين الاساسيين يدخلون يسوون السكور ويرجع مره ثانيه الى صحيح. يعني احمد الرفاعي اليوم، احمد الرفاعي هو اللي تكفل بالتسجيل الاكثر الاهداف، يعني نسبه اول 10 دقائق من المباراه وثاني 10 دقائق. صح. يعني سجل 5 اهداف. هو هذا يعني
الاسيست مالته اشتغل ويا اللاعبين، يعني حرك اللاعبين، ضغط على دفاع الكرخ هواي لانه لاعب طويل ولاعب مهاري وحرك وشوته قوي وشوته دقيق. يعني كل الضغط صار عندك بين منوني ومنتظر وبين احمد الرفاعي. شغل الارتكاز، شغل الزوايا، يعني بشكل عام المباراة ماشية. الشوط الثاني اتوقع راح يعني يثبت على التشكيلة حتى ياخذ فارق اهداف. احنا قلنا بداية الشوط انه يعني ما يقارب ال6 اهداف راح يكون الفرق بين، لكن بالشوط الثاني اتوقع اللياقة راح تخون نادي كربلاء وراح يبدي الفرق هنا يتوضح اكثر. صح اكيد. طيب كابتن محمد، بالنسبة لفريق كربلاء في حال عملية العودة او تقليص الاهداف، احنا نعرف كل زين هو يعاني من هذا الموضوع وخاصة لكن اكو في دقائق معينة نحس انه كربلاء موجود، يعني اكو لمحات يحتاج فقط الى جرأة اكثر يعني. وشفنا انه عملية الاجنحة عندما تحركت قدر شوي يسجل تسديد من بعيد، اكو جرأة بالتسديد من بعيد رغم انه اغلبها ما تكون صائبة يعني، لكن اكو هناك محاولات. عكس الحالة السلبية فريق كربلاء هي فقط الرجوع اثناء عملية الفاست بريك لفريق الكرخ. هاي شلون انت معالجتها يعني؟ شلون يوازن بين هذا وهذا؟ هو من الواضح انه الجانب البدني عنده يعني اكو عنده فد مشكله نتيجه السفر او الصيام او رمضان هذا. كذلك صعوبه احيانا التدريبات لبعض اللاعبين عندهم انشغالات او عمل يعمل. لكن يجب ان يكون عنده توازن بين الهجوم والدفاع. يعني انا عندما اهجم واسجل هدف لاحظ فريق الكرخ يلعب الهجوم السريع بلعب السنتر ويبدي يسجل هدف بطريقه سهله. صح. من النقطه الاولى المهمه جدا يجب ان يعتني بالدفاع، يعني يركز على تصحيح الوقفه الدفاعيه ويغير التكتيك. يعني الدفاع مفتوح كثافه من جهه ومفتوح من جهه. اي دفاع افضل بالنسبه لفريق كربلاء؟ اي دفاع الافضل 5-1 5-1 حتى يمنع اول شيء يمنع دوران الكره، الضغط على اللاعب اللي هو دا يسوي الاسيست. ثانيا يبدي يسوي اي اللاعب المتقدم امامه اي لاعب يحاول يبدي التكتيك هو يضغط عليه، فبالتالي راح يحد من خطوره يعني بعض الخطوره من نادي الكرخ. هاي مهمه جدا. ثانيا يبدي التوصيات انه يجب الرجوع السريع، يعني احنا عند فقدان الكره وتسجيل الهدف يجب ان نرجع سريع، لان هاي السلاح استخدم فريق نادي الكرخ وحصل من عنده اهداف كثيره. صح. فهاي العمليه اذا وقفت ممكن يكون رجوع، ما نقول يعني نتيجه فوز او هذا، يعني اكو صعوبه بسبب الظروف اللي يعيشها الفريق، لكن على الاقل يقلص الفقر. يجب ان يركز على هاي العمليه. صح. التوازن بين الدفاع والهجوم وسد الثغرات. بس كابتن رغم اللي ذكرت السلبيات، لكن اكو ايجابيه ممزوجه بسلبيه. ايجابيه انه نشوف الفريق دا يوصل للهدف عن طريق الجناح عن طريق الساعد. نعم. لكن مدى يسدد على الهدف، يعني نعم. مو داخل البوكس. نعم. يعني شفنا احنا اكثر من حوالي 4 أو 5 فرص التسديد خارج الهدف، يعني حتى عن طريق الجناح رغم انفراده ومرتاح ويلعبها خارج. هذا سوء تركيز، لياقه، شنو يعني؟ بالضبط، احسنت. هو ضعف التركيز واضح جدا. يعني اي شخص يشوف المباراه يقول انه اكو ضعف بالتركيز من ناحيه لاعبي كربلاء بالتهديف، في حين هو بعض اللاعبين دا يوصل بطريقه ايضا مريحه. المطلوب من عنده يعني اللاعب احمد هاشم بدا في تسديده غير يعني بعيده عن التركيز. بعد قليل استعاد توازنه، بدا يسجل، بعدين رجع. يعني ما اعرف شنو السبب، بس هو هذا اللاعب خصوصا نفسه معذور، لانه هذا اللاعب راجع من اصابه وبعد ما متشافي 100%. لكن حاجه الفريق له بسبب النقص والاصابات والغيابات احتاجوه انه يلعب، ولا هو بعد ما مكتمل الشفاء. فيعني هو رجل من عنده حب النادي كربلاء. يجب ان يكون الاعتناء بالتهديف. يحتاج كربلاء لاعب محترف اخر ضروري يعني؟ اكيد، حتى يقدر يحسن شوي مراكزه. لان بالضبط قلت لك لاعبين غادروا الفريق ولاعبين مصابين، 4 لاعبين فجأة، فيحتاج هاي يعني على اداره كربلاء نتمنى انه توفر لاعب محترف حتى في سبيل هذا الفريق يقدر يوقف على رجليه شويه يعني. بالضبط، احنا دائما النادي خصوصا نادي كربلاء الاداره يجب ان تدعم هذا الفريق، لانه كربلاء من الفرق العريقه. صح. اللي من الثمانينات والسبعينات هي تشترك بالدوري، ومن الناس اللي نقول مثلا ملح الدوري، يعني انا تقدم مباريات عاليه. صح.
هسه في عز الظروف اللي دا يمر بها هو دا يقدم. وسنه من السنين حصلت يمكن نهائي الكاس، وحصلت على المركز الثالث والرابع بالدوري صح. قبل سنتين ثلاثه. فيعني حرام مثل هيك فريق له تاريخ وسمعه يجب الاعتناء به. طيب كابتن، بالنسبه لي فريق الكرخ رغم تفوقه بالنقاط ورغم سيطرته على بعض مثل ما ذكر استغلال الفاست بريك، لكن ايضا لاحظ اكو ثغرات دفاعيه. فريق الكربلاء دا يوصل للحارس، دا يصير اكو مواجهات مباشره مع الحارس، سوء تركيز، عدم توفيق من كربلاء ما دا يسجل، امور كثيره يعني، بس دا يوصل فريق. بالتالي كيف يتم معالجته يعني من جانب فريق الكرخ؟ هو بالتاكيد يعني انت الفريق المقابل يعني دا يصير لعب عندهم يعني بالاخر 10 دقائق بدا نادي الكرخ ينشط، وبدا العفو نادي كربلاء ينشط وضغط عليهم على الرغم من قوه دفاع نادي الكرخ، لكن تصير ثغرات يعني باللعب دا يستغلها نادي كربلاء. اي يعني خلت الاهداف متقاربه. بشكل عام هو دفاع الكرخ يعني المسانده للزملاء موجوده، التحركات، الحجز، الضغط كليته موجود عندهم. يعني تباوع انت الفريق البلوك يعني على الرغم من امتلاك نادي كربلاء لاعبين طوال بالخط الخلفي، لكن نادي الكرخ عنده اللاعبين مثلا احمد طارق والرفاعي، اثنيناتهم لاعبين يمتازون بالبلوك العالي والقوي، لذلك يعني قللوا الضغط على حراسه المرمى من خلال صد اكثر من كره بالبلوك ومنع الاختراقات ايضا للفريق، لانه كانت المراكز الثلاثه واربعه وسته يعني هاي المراكز ضغطت هوايه عليهم. بدايه المباراه لعبوا 5-1 ونجحت، ضغطت على كربلاء لكن ما كملوا بها، مثل ما قلنا احنا احتمال يبدون بال5-1، رجع لل6-0. بال6-0 بدا يتحرك نادي كربلاء، اخذ حريه بالحركه. صح. لكن ما قوه دفاع الكرخ منعت اهداف كثيره. اكيد، والكرات المقطوعه دائما ما تكون ايجابيه لفريق الكرخ، شفناه في اكثر مناسبه، هناك لاعبين يمتلكون السرعه مثل بدر مثل منوني، وبالتالي قدروا يسجلون. بالتاكيد يستغلوها احسن استغلال. فريق نادي الكرخ يمتاز بسرعه الانتقال من ملعبهم للملعب الفريق الثاني، لذلك استغلوه لاعبين عندهم يعني لياقه عاليه، مثل عندك بدر حمودي، عندك رامي، عندك يعني اغلب اللاعبين هم انتقالاتهم سريعه. اذا ركز نادي الكرخ على هذا الشق راح ياخذ فارق هوايه ويا كربلاء، لكن هو ما اعتقد يريد يضغط على اللاعبين لانه عنده مباريات لاحقه. الشوط الثاني ممكن يراهن على ضعف يعني نقص باللياقه البدنيه، راح يبدي ياخذ الفرق بالاهداف. كابتن محمد، بالنسبه لفريق كربلاء في الشوط الثاني، هل عليه التفكير في الجانب البدني وتعويضه بالدفاع المنخفض، لعب قتل الوقت، باعتبار انه كل ما يقل الجانب البدني كل ما فريق الكرخ يزيد الغله من الاهداف، ام لا؟ يعني لازم اني احاول اجازف حتى في سبيل اقلص الاهداف، ايام افضل يعني؟ تفضل. يعني نعم، يجب ان يفكر بطريقه عمليه اكثر، يعني بما انه وضع الحالي بهاي النسبه من الجانب البدني، فيجب ان يعمل على يعني بالضبط شلون كانه الاقتصاد حتى يقدر يكمل المباراه ولا يوسع الفارق، ويقدر يعود ايضا حتى لو يقلص الفارق، لكن اذا يبقى بهذه الطريقه ما اعتقد يعني يكون. طيب توقعاتك للشوط الثاني، يتوسع الفارق بعد؟ اتوقع يزيد. كابتن فؤاد؟ يتوسع للضعف، يعني ضعف الفارق بين يعني يصير 12 هدف، يعني 14 هدف بهالحدود. طيب اذا احبتي المشاهدين نذهب الى قاعه نادي الكرخ لتكمله مباراه بين فريقي الكرخ وكربلاء في شوطها الثاني ضمن مباريات دوري النخبه العراقي لكره اليد. طبعا مباراه منقوله على قناه السريانيه ضمن قنوات شبكه الاعلام العراقي، فبذلك نتمنى المتعه لمشاهدينا الكرام. الانتقال الى الزميل المعلق علي عنب ولتكمله هذه المباراه. الى هناك. شكرا زميلي حيدر، وايضا شكر موصول الكباتن الكرام تواجدوا معك في الاستوديو التحليلي. حبة المشاهدين نحييكم تحية طيبة، نحييكم من جديد عبر قنوات شبكة الإعلام العراقي، واستكمال لقاء ناديي الكرخ وكربلاء هنا في العاصمة الحبيبة بغداد، تحديدا في قاعة نادي الكرخ حمودي ناصر، ونظرات ترقب وتأكد أكيد
ابن نادي الكرخ، لاعبا مدربا اداريا سبق وان درب منتخبنا الوطني على مستوى السيدات، وبالتالي تجربه وخبره كبيره، وهو مساعد مدرب مع المدرب المصري شريف المرسي ابو المجد. وطبعا اكيد التحايا المتبادله في بدايه هذا الشوط. تركنا الشوط الاول لمصلحه نادي الكرخ بفارق 7 أهداف بنتيجه 19 الكرخ 12 لكربلاء. الان الشوط الثاني، الجوله الثانيه من المرحله الثانيه من دور النخبه العراقي لكرة اليد لهذا الموسم. اسامه رفعت لمنوني، منوني لابو المجد، ابو المجد دخل وصوب وسجل. الان دخول حارس البديل مهدي ايمن بديلا لمقتدى جلال الذي ترك طبعا لم يبدا به اساسيا. احمد يحاول الان ايمان الى احمد لكن دفاع قوي من محمد علي مهدي. عودة لمصلحة فريق كربلاء، أكرم وانا تصويبه هدف عن طريق علي محمد جودي. ماذا احتسب؟ ونعم تم احتساب الهدف. 13 كربلاء 20 الكرخ، فارق 7 أهداف. الذهاب انتهت بفارق 12 هدف 34-22. هل نشاهد هذا الفارق أقل أو أكثر؟ منوني إلى أسامة، إلى منوني من جديد. يحاول فريق الكرخ البحث عن فرصة للتسجيل، زاوية للتصويب. هنا أسامة رفع الدخول وصوب، لكن هناك خطأ. رمية 9 أمتار، رمية 9 أمتار. يحاول فريق الكرخ خطأ آخر لمصلحة نادي الكرخ، مصلحة مجتبى باسم. لغاية الآن لم نشاهد اللاعب المصري الآخر لؤي جمال لاعب الدائرة. هنا مجتبى، دفاع قوي ما بين مجتبى وأحمد البطاط. منوني إلى أبو المجد، تصويبة قوية من أبو المجد لاعب المصري، لاعب الأفضل لغاية الآن في هذا اللقاء، سجل العديد من الأهداف. هدف رقم 21 فريق كربلاء. الآن يحاول أن يقلص الفارق. أكيد الأمور ليست سهلة على كربلاء، يعرف تماما قوة الفريق المنافس. كرخ تاريخيا لاعبين أدوات أفضل بكثير من كربلاء. كربلاء لم يحرز لقب الدوري العراقي، وصل إلى المركز الثالث. هنا تصويبة لكن زين العابدين والفاست بريك في العارضة من ساند أشرف، فاست بريك سريع جدا، لكن ساند أشرف لم يستطيع تسجيل هذا الهدف. لعب الكرة بالعارضة. الآن خطة دفاع 6-0 واضحة جدا. علي محمد جودي إلى أحمد البطاط، يحاول الآن فريق كربلاء. أكرم، علي محمد، إيمان إلى علي، إلى أحمد البطاط، إلى علي، إلى إيمان. تمريرات ما بين اللاعبين الخط الخلفي. يحاول الآن البحث عن تصويب. هل نشاهد إشارة اللعب السلبي؟ لكن أحمد يسجل هدف جميل. أحمد البطاط هجوم سريع، لكن هناك خطأ. رمية 9 أمتار لمصلحة فريق الكرخ. 14-21 عاد الفرق إلى 7 أهداف. منوني إلى أسامة رفعت، منوني من جديد، محاولة تمريرة جميلة لكن حلوة من مهدي أيمن، وصلت لمرتضى ونجح اللاعب حسين كوكب. نعم، نجح حسين كوكب تسجيل الهدف ال15 لمصلحة فريق كربلاء. محمد علي إلى أبو المجد، إلى منوني، أسامة رفعت. تمريرات هادئة. مجتبى الآن التقاطعات وتغيير المراكز بالنسبة للاعبي فريق الكرخ. أسامة وصلت لمنوني إلى محمد علي مهدي،
ينجح محمد علي مهدي وسجل هدف رقم 22. شريف المرسي غير راضي. شريف المرسي غير راضي ويتكلم مع حمود ناصر. محاولة الآن أحمد البطاط إلى أيمن، خطأ على اللاعب المهاجم والبحث عن الفاست بريك. البحث عن الفاست بريك، لكن خلاص هدأ لاعبي فريق الكرخ لأرض الاستعجال تماما بلعب الكرات. أسامة إلى منون، إلى أسامة من جديد. الكرخ الباحث عن تعزيز الصدارة، الباحث عن 3 نقاط تبقيه في الصدارة وتبعده عن المنافسين. صدارة محتدمة، لكن اليوم تعادل. الحشد عطل فريق الحشد، عطل فريق الحشد. الحشد الآن وصل إلى نقطة 28. هنا هدف جميل عن طريق سيد أشرف. الحشد وصل ل 28، لكن الجيش وصل بعد الفوز على نفط ميسان، وصل إلى النقطة 31 والشرطة أيضا 31. يعني الكرخ إذا فاز سوف يصل النقطة 33 فريق الكرخ، وبالتالي يتصدر. الآن هو في المركز الثالث قبل هذا اللقاء. سيد أشرف لم ينجح بالتسجيل. أما كربلاء المركز السادس برصيد 13 نقطة. أكيد يبحث عن تحسين مراكز فريق كربلاء. الأمور صعبة الآن بعد تعادل اليوم فريق الحشد، تعادل مع نفط البصرة. آماله أصبحت ضئيلة جدا في المنافسة على اللقب. علي محمد الأيمان إلى علي محمد من جديد، يحاول الآن علي محمد جودي تمريرة. ماذا هناك خطأ، رمت سعبته وسام فاضل وحسان علي وعلي عبد الأمير كادر تدريب فريق كربلاء، يعرفون تماما الفوارق. منوني او هذا محمد علي مهدي، ينجح محمد علي مهدي والهدف رقم 24. يزداد الفارق الى 8 أهداف. هناك لاعب سقط على ارضيه الملعب من لاعبي فريق كربلاء. نعم لقطة جميلة جدا من الكادر الطبي لنادي الكرخ الذي دخل مسرعا لإسعاف لاعب فريق كربلاء. نعم هذه هي الرياضة الحقيقية. حب، طاعة، احترام، أي روح رياضية، أي عمل إنساني لهذا مسعف فريق الكرخ. كيف نهض من مكانه وذهب مسرعا لإسعاف لاعب فريق كربلاء. نعم هذه الروح الرياضية الكبيرة، هذه الروح الرياضية التي نريد أن نشاهدها في ملاعبنا وصالاتنا الرياضية، ليس فقط على مستوى كرة اليد، حتى على مستوى باقي الألعاب. تحية وتقدير لهذا مسعف نادي الكرخ على العمل الذي قام به والخطوة الجميلة جدا في عالم الرياضة. نعم هذه هي الرياضة الحقيقية. نتمنى السلامة للاعب نادي الكربلاء الذي تعرض إلى الإصابة. نشاهد النتيجة 24 كرخ 16 كربلاء و7 دقائق و8 ثواني. بالسلامة لعلي محمد جودي، وتحايا متبادلة مع علي محمد جودي وابو المجد وشريف المرسي. ابو العباس يتأكد من سلامة علي محمد جودي. نعم هذه الروح الرياضية المطلوبة. لقطة تدرس، نعم هكذا لقطات تدرس خاصة لمسعف فريق الكرخ. صراحة يعني عمل يستحق الإشادة والتقدير، كونه نهض مسرعا لإسعاف علي محمد جودي لأجل الاطمئنان على سلامته، وبالتالي تم إسعافه وبالسلامة لعلي محمد جودي. نعود نستأنف اللقاء من جديد في الشوط الثاني. 7 دقائق مرت، دخلنا الدقيقة 8 من الشوط الثاني. فارق 8 أهداف لمصلحة نادي الكرخ. محاولة لكربلاء، أكرم محمد صوب وهدف. سهلة كانت على زين العابدين، لكن زين العابدين بردة فعل بطيئة نوعا ما. منوني يحاول الدخول، مرر منوني لا سند، لكن هناك خطأ. رمية على التار
لمصلحة منتظر ناظم منوني الذي لديه إيقافين، وإذا ما تم إيقاف المرة الثالثة سوف يطرد منتظر ناظم. بالتالي شريف المرسي يخرج اللاعب عندما يكون الفريق في الوضع الدفاعي. أبو المجد يحاول الدخول لكن هناك خطأ، رمية 9 أمتار بصافرة الحكم حيدر سلمان من الديوانية، والكبل الآخر عمار من السماوة. هنا التمريرة وصلت لأسامة رفعت، ماذا هناك يا سيد الحكم؟ هناك خطأ بعد كرة مشتركة ما بين أسامة رفعت واللاعب أمير أحمد، تعود لمصلحة نادي الكرخ يبحث عن التعزيز. أسامة رفعت دخول وتصويب وهدف لمصلحة فريق الكرخ، هدف رقم 25 يعود الفارق إلى 8 أهداف. شريف المرسي يشير لأسامة رفعت بقبضة يده، يقول له هل أضربك بقبضة يدي؟ نعم، لأجل طبعا دعابة ويمازح لاعبه. أكيد شريف المرسي تركيز عالي، يعني بعدما فاز على الشرطة وعلى الجيش الآمال تصاعدت كثيرا لأجل الفوز بلقب هذا الدوري المبتعد عنه نادي الكرخ منذ سنوات طويلة. تكلم عن أكثر من 10 سنوات 12 سنة، نعم 12 سنة الكرخ بعيد عن الفوز بلقب الدوري. 11 لقب لنادي الكرخ مقابل، نعم يعني تكلم الكرخ على المستوى التاريخي على مستوى عدد الألقاب هو المركز الثاني بعد نادي الجيش الذي لديه 12 لقب. هل يعدل عدد الألقاب مع نادي الجيش نادي الكرخ؟ منوني إلى أسامة، إلى منوني من جديد لأبو المجد. أبو المجد يحاول الآن رامي إلى منوني إلى أبو المجد إلى أسامة، تمريرات سريعة وصلت للسهند، ينجح سهند أشرف، لاعب سريع جدا، لاعب متميز جدا، نعم لاعب الأشول ينجح في تسجيل هدف رقم 26 يصل الفارق الآن إلى 9 أهداف. أكرم إلى إيمان إلى أحمد هاشم، إيمان من جديد إلى أكرم، أحمد الكاظم يحاول الدخول لكن هناك خطأ لمصلحة فريق كربلاء. على الدر إلى أكرم إلى إيمان إلى أكرم من جديد، تمريرات البحث عن التقليص مثل بطاط إلى أكرم يبحث عن تصويب، صوب لكن زي العابدين موجود. أبو المجد يلعبها إلى مجتبى إلى أحمد طارق، دخول وتصويب، وهناك خطأ لمصلحة أحمد طارق، مصلحة فريق الكرخ. روح رياضية كبيرة من إيمان يطمئن على سلامة أحمد طارق. يلعب الخطأ سند أشرف إلى أبو المجد، أسامة رفعت إلى منوني. أبو المجد يحاول فريق الكرخ، هل يصل الفرق الآن إلى 10 أهداف من خلال هذه الأجواء؟ هنا تمريرة لكن قطعت من اللاعب أمير أحمد. إيقاف للوقت، الآن يعود الوقت للعمل. أبو المجد إلى منوني، رامي إلى منوني إلى أبو المجد، أبو المجد دخول وتصويب وهدف. أبو المجد عامل مباراة كبيرة، أبو المجد اللاعب المصري عامل مباراة كبيرة. أكرم إلى إيمان إلى حسين كوكب، يحاول الآن فريق كربلاء، الأمور صعبة جدا، فارق 10 أهداف، الأمور تزداد صعوبة. حسين كوكب إلى أكرم، أمير على الدور، حسين كوكب تغييرات لكن أين زاوية التصويب؟ أين الفرصة بالتصويب؟ أمير يحاول الآن، أكرم إلى أمير، قطعت الكرة عادت لمصلحة فريق الكرخ، تمريرة لرامي، الله يا رامي، يا هدوءك يا رامي، لعب الكرة بالعقل وليس باليد. نعم، لقطة جميلة
لقطة جميلة من رامي علي وينجح بتسجيل هدف رقم 28، يصل الفارق إلى 11 هدف. إلى 11 هدف، الفارق أكيد يزداد، فوارق كبيرة ما بين الفريقين. أحمد إلى أكرم، دفاع متقدم من لاعبي نادي الكرخ على الدر، إلى أحمد يحاول حسين كوكب، إلى أيمن، إلى أحمد، إلى أكرم، أكرم مرر قطعة الكرة، البحث الآن عن الهجوم المرتد. سهند أشرف، ينجح سهند، يسجل سهند، والهدف رقم 29 مقابل 17. الآن الفارق 12 هدف، وعلى أثر هذا الفارق وسام فاضل يطلب وقت مستقطع، يحاول أن يعيد ترتيب الأوراق بعدما شاهد الفارق يزداد شيئا فشيئا. ينتهي الوقت المستقطع الذي طلبه المدرب وسام فاضل. أكيد يريد إعادة ترتيب الأوراق، على الأقل تهدئة اللاعبين، لكن الأمور صعبة، الأمور صعبة وصعبة جدا على فريق كربلاء. فارق 12 هدف، 29 مقابل 17. فريق كربلاء يريد التقليص، لكن صعب العودة في المباراة، صعب جدا. أكيد الفوارق واضحة لمصلحة فريق الكرخ. أحمد إلى سجاد، ساجد وصلت إلى إيمان، إيمان لأحمد هاشم، لكن زين العابدين، زين العابدين ينجح زين العابدين تصدي لكرة أحمد هاشم. شاهد الآن تبديلات لمصلحة فريق الكرخ، يحاول الآن تمريرة أسامة رفعت لأحمد طارق، أحمد طارق دخل وصوب، عودة مقتدى جلال من جديد. هدف رقم 30، هدف رقم 30. كرخ في مباراة الذهاب سجل 34 هدف، أعتقد مسألة وقت ويصل إلى هذا الرقم خلال هذا اللقاء. ساجد الأيمن، أحمد هاشم، ساجد يحاول الآن فريق الكرخ. أحمد الأيمان، خطأ الآن لمصلحة فريق الكرخ، وأنا تصويبه لكن لم ينجح. والهجوم سريع، أحمد البط، أحمد طارق ينجح، صعبة. هذا مصطفى ياسين مدرب الحراس، ماذا تسجل؟ ماذا تدون يا مصطفى ياسين؟ لدينا مدربين حراس على مستوى عالي، مصطفى ياسين واحد من هؤلاء. أحمد، ساجد لأحمد من جديد، إلى إيمان يحاول الدخول، لكن مجتبى باسم موجود، دفاع قوي من مجتبى باسم امام ايمان يبحث عن فرصه تصويب، لكن صعبه جدا. دفاع الكرخ حديدي في الشوط الثاني، يعني فريق كربلاء فقط 5 أهداف استطاع يسجل، لكن لمس الكره باليد نعم. حتى مجتبى باسم اشاد بقرار الحكم عمار ناصر. محاوله ساجد بحث عن زاوية التصويب، صوب لكن زين العابدين. هناك خطأ رمية 9 أمتار، رمية 9 أمتار لمصلحة فريق
كربلاء. حسين كوكب إلى ساجد. ساجد أيضا صوب للمرة الثالثة، لكن زين العابدين موجود. عادة لمصلحة فريق الكرخ، سريعا للكرخ، البحث الآن عن هدف، لكن هناك خطأ ورمي 9 أمتار لمصلحة فريق الكرخ. مرتضى يحاول الآن أسامة رفعت خط الخلفي من جديد. أسامة رفعت إلى أحمد، تمريرات، تقاطعات، دخول، بحث عن تصويب. هل هناك رمي 9 أمتار أم ماذا؟ وإيقاف مدة دقيقتين على إيمان يحيني. ورمي 7 أمتار مرتضى علي. مرتضى علي لعب رمي 9 أمتار. أحمد طارق، الكرخ فارق 14 هدف الآن. أسامة رفعت، أحمد، تمريرات سريعة، أحمد تصويبة صعبة على مقتدى جلال، والهدف رقم 32 للكرخ، 17 لكربلاء. فارق يصل الآن 15 هدف. يعقوب بن حسين كوكب وأحمد نعم على حسين كوكب من أحمد طارق. أحمد هاشم، فريق كربلاء يبحث عن التقليص. واضح جدا الجانب البدني ليس في أفضل أحواله بالنسبة لفريق كربلاء. أحمد إلى أحمد هاشم، أحمد كاظم لأحمد هاشم. حسين كوكب، عودة أمير على الدور، على الدور، تصويبة من أحمد هاشم، عادت لمصلحة فريق كربلاء. أحمد هاشم واضح على الصورة، تنبيه من قبل الحكم، هنا تصويبة لكن صعبة جدا. صوب الساعد الأيمن من الزاوية اليمنى صعب جدا، وأمام حارس بقيمة زين العابدين. زين العابدين محمد شاهدنا تألق مع نفط ميسان، وعلى أثر هذا التألق تم استدعاء للمنتخب الوطني، شاهدناه هناك في البطولة العربية. أحمد كاظم تمريرة جميلة على الدر، لكن دفاعات الكرخ قوية جدا في الشوط الثاني. يتكلم عن فريق كربلاء لم يسجل سوى 5 أهداف لغاية الآن، لم يسجل فقط 5 أهداف. أحمد كاظم، الأحمد هاشم، الحسين كوكب، أيضا زين العابدين نجح، لكن هناك رمية 7 أمتار. حيدر سلمان يشير إلى وجود رمية 7 أمتار. أمير أحمد أمام زين العابدين، أمير لم ينجح أمير. وصلت لرامي إلى أحمد، يحاول الهدوء الآن فريق الكرخ، لا يريد الاستعجال تماما، خلاص واطمنا على نتيجة اللقاء. انتصار آخر يصل بالكرخ إلى 33 نقطة، يبتعد عن الشرطة والجيش الثاني والثالث. 31 نقطة 31 نقطة. ماذا هناك إيقاف. إيقاف على من؟ هل على أحمد طارق أم على من؟ إيقاف على أحد لاعبي فريق كربلاء. نعم، كربلاء الآن يلعب من قصر عدم اللعب. شريف المرسي يعطي الفرصة والدقائق لأغلب لاعبيه. أسامة رفعت لم يسيطر على الكرة، ذهبت إلى الخارج، عادت مصلحة نادي كربلاء.
أحمد البطال، الأحمد هاشم، الحسين كوكب، الأحمد هاشم يبحث عن تصويب لكن ينجح فريق الكرخ تحديدا زين العابدين حارس المرمى ينجح بالتصدي. منتظر ناظر، منوني إلى رامي، منوني من جديد، صعبة رفعت دخول وتصويب وتسديد. نعم، هدف آخر لمصلحة فريق الكرخ، هدف رقم 33 تلعب في آخر 8 دقائق من أحداث هذا اللقاء. 33 مقابل 17. إيمان إلى أحمد لإيمان من جديد يبحث عن زاوية التصويب، دفاع قوي من نوني. شاهد 33-17 ومتبقي 8 دقائق على نهاية هذا اللقاء. هنا التمريرة لأحمد، تصويب وهدف. هدف جميل، هجوم سريع. ماذا هناك خطأ، رمية 9 أمتار. منوني إلى أسامة رفعت، وهنا سند ينجح، سند أشرف، هدف رقم 34 لمصلحة نادي الكرخ. خلاص الكرخ بدأ يسجل أهداف كما يشاء، بالرغم يلعب باللاعبين الاحتياط، لكن أي لاعبين احتياط؟ جميعهم لاعبين متميزين. ستاف سكواد قوي جدا لدى شريف المرسي، قادر على تحقيق اللقب وعودة الكرخ للبطولات. حسين كوكب، خطأ لمصلحة حسين كوكب. حسين كوكب لأحمد كاظم أو إيمان، هذا هو حيدر سلمان حكم هذا اللقاء. أحمد، حسين كوكب لأحمد يبحث عن تصويب لكن زين العابدين يتصدى لكرة أحمد البطال. عادت لمصلحة فريق الكرخ. يعني الكرخ لغاية الآن في هذا الشوط مسجل 15 هدف، أما كربلاء فقط 6 أهداف. معاناة كبيرة جدا لفريق كربلاء في الشوط الثاني. أكيد إن لم تكن لديك دكة الأمور تكون صعبة. أسامة رفعت إلى منوني إلى سهند، ينجح سهند من أمام مقتدى جلال. نعم، فريق الكرخ يسجل الأهداف كما يريد بطريقة فنية بالتصويب القوي. الآن تبديلات لمصلحة فريق كربلاء، إعطاء بعض الدقائق للاعبين الشباب قبل المدرب وسام فاضل. الآن يدخل اللاعب حسن وليد وأيضا اللاعب عباس أحمد من اللاعبين الشباب. عباس أحمد وحسن وليد، نعرف كربلاء مدرسة جيدة على مستوى التكوين، على مستوى الفئات العمرية، سبق وفاز بدور الناشئين ودور الشباب. وهنا ماذا تفعل يا علي الدر؟ ماذا تفعل يا علي الدر؟ أنت أمام حارس مرمى طويل وأيضا متميز بسرعة ردة الفعل. تكلم عن زين العابدين وتلعب الكرة بهذه الطريقة، ليس وقت الاستعراض يا علي الدر. على العموم يحدث هذا في عالم كرة اليد. أسامة رفعت يحاول الآن فريق الكرخ، منوني إلى أسامة، صوب لكن مقتدى الجلال موجود. مقتدى والبعد على الهجوم المرتد، تمريرة مقتدى لم تصل، وصلت لرامي. رامي يمرر لمن؟ أسامة رفعت، وهدف لمصلحة فريق الكرخ. الكرخ اجتاز حاجز 34 هدف الذي سجل هذا العدد في مباراة الذهاب. شريف المرسي يعطي ورقة التايم اوت، يريد وقت مستقطع فريق الكرخ. عندما تكون الكرة مع فريق الكرخ سوف نشاهد وقت مستقطع لمصلحة الكرخ، لا أعرف ماذا.
يحاول عباس أحمد يبحث عن تمريرة. عباس أحمد يطالب بإيقاف لمدة دقيقتين على لاعب فريق الكرخ. عباس تمريرة جميلة، لكن أحمد هاشم لم يسيطر على الكرة. آخر 4 دقائق أحبة المشاهدين. الكرخ 36 كربلاء 18. دبل سكور. نعم دبل سكور، فارق 18 هدف. الكرخ يستمر بتسجيل النتائج المتميزة. منوني يلعبها لأسامة، لكن قطعت الكرة من علي الدر. ينجح علي الدر من أمام الحارس أحمد وهاب. يدخل الآن أحمد وهاب. 3 حراس فريق الكرخ اليوم تم إدخالهم من قبل مصطفى ياسين مدرب الحراس. شاهدنا حسين عبد الهادي، وزير العابدين محمد، والآن أحمد وهاب. أسامة لمنوني، يحاول الآن فريق الكرخ من جديد. رامي منوني، تمريرات. هنا خطر مدفع التار لمصلحة فريق الكرخ. منوني منتظر ناظر، تمريرة أيضا قطعت. هجوم مرتد سريع. حسين كوكب أمام أحمد وهاب. ينجح حسين كوكب سجل هدف رقم 20. كربلاء في مباراة الذهاب سجل 22 هدف. آخر دقيقتين في هذا اللقاء. 36 الكرخ 20 كربلاء. الكرخ خلاص يعود إلى الصدارة برصيد 33 نقطة، والشرطة ثانيا 31، والجيش ثالثا 31. الحشد بعدما تعادل اليوم مع فريق نفط البصرة 24. ماذا هناك إيقاف على اللاعب عباس أحمد لاعب الشاب بعد دخل على سهند أشرف. الحشد بعدما تعادل مع نفط البصرة يصل إلى النقطة رقم 28، فارق 3 نقاط عن الجيش والشرطة الثالث والثاني، و5 نقاط عن فريق الكرخ الأول. الحشد أموره تزداد صعوبة. السلام لساند أشرف الذي تلقى الإسعافات الأولية من قبل الكادر الطبي لنادي الكرخ. نادي الكرخ فرق تنافس على البطولات، فريق القدم، فريق السلة، فريق اليد، وأيضا بعض الألعاب الفردية، إضافة إلى ذلك البنى التحتية المتميزة. شاهدنا ملعب الساحر أحمد راضي بحلته الجديدة بعدما عاد للخدمة. الملعب جميل جدا، وأرضية تقريبا من أفضل الأرضيات المتواجدة في ملاعبنا، وأيضا القاعة تم تأهيلها من قبل شركة إسبانية. عمل كبير من قبل إدارة النادي على مستوى المنافسة على جميع الأصعدة، وأيضا على مستوى بناء البنى التحتية بما يليق باسم نادي الكرخ. نادي الكرخ الذي قدم الكثير والكثير للرياضة العراقية على مستوى كرة القدم، على مستوى الكرة الطائرة، على مستوى كرة السلة، وأيضا على مستوى كرة اليد. نجوم كبيرة وعديدة على مستوى هذه الألعاب الجماعية. نعود نستلف اللقاء من جديد. محمد علي مهدي يدخل الآن، وصلت إلى منوني محمد علي مهدي لمن أسامة. ينجح أسامة والهدف رقم 37 مقابل 20، فارق 17 هدف مصلحة نادي الكرخ. حسين كوكب، حسن وليد لحسين كوكب، أحمد كاظم، إيمان، أحمد كاظم، وهنا الدخول وتصويب، لكن أحمد وهاب ينجح بالتصدي لتصويبة حسن، تصويبة نعم كرة مواجهة
حسن وليد لم ينجح. محمد علي مهدي منوني يحاول الآن، وصلت لرامي، ينجح رامي وخلاص. الثواني الأخيرة من عمر هذا اللقاء. الكرخ 38 كربلاء 20. الكرخ وصل إلى الصدارة، عاد إلى الصدارة من جديد 33 نقطة بفارق نقطتين. ماذا تفعل يا حسن وليد؟ نعم لاعب شاب يحتاج إلى مباريات تنافسية أكثر حتى يشتد عوده، حتى تكون لديه الخبرة والتجربة. وينتهي هذا اللقاء حبة المشاهدين بفوز الكرخ على كربلاء 38 مقابل 20. مبارك للكرخ وجماهير الكرخ، هاردك لكربلاء وعشاق العميد الكربلائي. وفي الأخير تقبلوا تحيات معلق اللقاء علي عنب، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. زميلي حيدر أعود إليك بالصوت والصورة والكلام الفني عن هذا اللقاء الذي تسيده الكرخ في شوطي اللقاء. شكرا للزميل علي عنب. بالتأكيد مباراة كانت تقريبا من طرف واحد لفريق الكرخ، رغم محاولات لفريق الكربلاء في تقليص النتيجة، لكن لم ينجح بشكل كبير. وبالتالي فريق الكرخ 3 نقاط جديدة وضعته بالصدارة الترتيب، معتليا الترتيب بفارق نقطتين عن الثاني برصيد 33 نقطة عن الشرطة صاحب 31 نقطة، والجيش ثالثا ب31 نقطة. عودة للكباتن في الاستوديو للحديث عن الشوط الثاني ومباراة الكرخ وكربلاء. كابتن محمد حمزة، فريق كربلاء في الشوط الثاني لم يقدم الشيء يذكر، يعني لا شفنا خطط تكتيكية، لا شفنا محاولات فنية من قبل المدرب. اللياقة واضح نزوله بشكل كبير. تقريبا هو من نهاية الشوط الأول كملوها في الشوط الثاني نفس الشيء، فريق واقف. الفريق الكرخ بأريحية تامة يذهب إلى الحارس منفردا، والحارس تحسب له عند محاولات كثيرة لم يسجل عليه الأهداف. نعم، يعني إذا أريد نختصرها نقول يعني غياب الدفاع والهجوم، لأنه الهجوم كان أيضا ليس ماكو هناك جمل تكتيكية أو لعبة أو اتفاقات ثنائية أو ثلاثية، صح، أو عملية تفريق مثلا استراتيجية، مثلا أنا ألعب على الأجنحة، ألعب على اللاعب الدائرة، صح. اللاعب الإيراني، غياب اللاعب الإيراني ما كان موجود، يعني ما بالعكس كان وجوده سلبي يعني بالضبط، يعني ما قدم أي شيء للفريق. الضعف الجانب البدني واضح لأي شخص ما قاعد حتى على المدرجة يلاحظ أنه هناك ضعف بالجانب البدني. الفريق ما متدرب يعني نعم، بدليل أنه يهجم ما يرجع واضح. وفريق الكرخ يعني لو تلاحظ حضرتك شفتها 4 لاعبين يطلعون فاست بريك، هجوم سريع، صح، يعني عادة 1 أو ب2 بس 4 واللاعبين الكربلاء واقفين. حتى الدفاع من يجي اللاعب الكرخ من يعني يواجه فريق لاعب الكربلاء تحس انه مستسلم، يعني الكرخ يتقاطعون واللي يدخل على الحارس ما حد يعني، صح. حتى الإعاقة أو يعني ما تعب فريق الكرخ، ما تعب بالشوط الثاني، صح، يعني مجرد انه يكمل ينتظر يكمل الكربلاء الهجوم يطلع فاست بريك، صح. يعني احنا بالبدايه اعطينا عذر بس للغيابات او للاصابات، بس هذا يعني ما ينطي انه اني اظهر بهيك صوره، صح. خصوصا الشوط الثاني، صح. يعني ظهر بصوره يعني ما مر. نادي كربلاء فريق كبير يضم عناصر جيده، ضعف بالجانب التكتيكي الهجومي، ضعف بالجانب التكتيكي الدفاعي، اللياقه البدنيه غير موجوده، غير حاضره. يعني على الاقل افكر فقط في الدفاع، يعني على الاقل احنا يعني قلنا واحده من الحلول انه احنا نركز على الدفاع ونبدي حتى لو بالهجوم نركز على الهجوم المنظم، اضاعه الوقت ونختصر، بس ما كان هذا كله موجود، صح. عموما يعني احنا نقول مبارك لنادي الكرخ، ونتمنى من نادي كربلاء هذا النادي الكبير انه يعيد حساباته ويعدل من الوضع اللي عامل اللي هو فيه، صح. كابتن، بعمليه فوز الكرخ وراح نحكي على السكور، لكن خلينا نروح الى ملعب الكرخ مع الزميل مصطفى عصام. مرحبا بك مره ثانيه زميلي مصطفى. فارق كبير من الاهداف لصالح فريق الكرخ، نعم. عزز به الصداره. الان فريق الكرخ يمتلك النقاط ويمتلك الاهداف بالصداره، وبالتالي
تحسب لفريق الكرخ هذا الفوز العريض وهذه الصداره، وايضا تحسب السلبيه لفريق الكربلاء اللي يسلم الامور مبكرا يعني لتسجيل اهداف. تفضل لك الكلمه يا مصطفى. نعم حيدر، اكيد تحيه لك مره اخرى. كما كان متوقع عن الكرخ، وكان يعني دوافع الفوز لديه اكثر من اجل استعاده الصداره، وتحقق ذلك اكيد بعد الفوز اليوم وانتصاره بفارق كبير على فريق كربلاء. الحديث اكثر ابدا مع مدرب فريق الكرخ الكابتن شريف مرسي. كابتن تعليق عبر العراقيه الرياضيه، مبروك الفوز وانتصار مهم استعادته به الصداره. بسم الله الرحمن الرحيم. مرحبا بيك طبعا في نادي الكرخ، واهلا بالساده الضيوف في الاستوديو. الحمد لله رب العالمين، ربنا وفقنا. النهارده احنا كنا عاملين حساب فريق كربلاء، فريق قوي بكادر تدريبي محترم جدا، عاملين شغل كبير، كانوا عاملين ماتش جامد جدا مع البصره، عنده متعادل معاه فريق البصره، فريق محترم. فالكابتن وسام كان مجهز للمباراه وانا كنت مجهز كويس للكابتن وسام. عامل فريق محترم. انا بشكر اولا الكابتن وسام، ده اخ كبير للمباراه الجميله اللي هو عملها النهارده، وربنا يسهل الحال ان شاء الله. احنا المفروض ان احنا التارجت ان شاء الله ان احنا بننافس على بطوله الدوري، وبقول دايما ان المنافسه بتبقى منافسه قويه. انا النهارده كنت مركز قوي بلاعيبتي لفريق كربلاء، انا دايما ببقى حاسب حسابات كل مباراه، ما كنتش حاسس ان الماتش هيكون سهل ابدا، بالعكس احنا كنا مجهزين كويس، عاملين حساب بالفريق اللي قدامنا، عاملين حساب للكابتن وسام شخصيا. فنشكركم للمتابعه، ونتمنى ان شاء الله ان الدوري يبقى دايما حلو والمنافسه فيه قويه، وده بيبقى بيعود على كره اليد العراقيه بالخير يعني. بس متشكر قوي، ربنا يخليك. حيدر ايضا انتقل الى مدرب فريق كربلاء كابتن وسام فاضل. تحيه لك عبر العراقيه الرياضيه. ربما مباراه يعني كربلاء حاول اكيد مجاراة فريق الكرخ، لكن في النهايه الكرخ هو كان الافضل في المباراه وحقق الانتصار. طبعا بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا لك وشكرا للقناه العراقيه. اولا انا اشكر كابتن شريف مرسي صديقي، هو يقول هو فعلا كان محضر هاي المباراه، يعني هي مباراه قويه. بصراحه انا عندي مباراه اهم من هاي المباراه ورا 3 ايام يعني مع نادي ذي قار، اللي هي مباراه مفصليه تفيدنا بالمراحل الترتيبيه، لان احنا نريد ننافس على الخامس. بالنسبه للكرخ بطل دوري حاليا، هو متصدر ومتصدر باريحيه، فريق كامل العده والعدد. هذا التخطيط انه هاي المباراه تتعدي، العب باريحيه، ما يصير عندي اصابات، ما يصير عندي هبوط بالمستوى، اعدي يعني ورا 3 ايام بالضبط انا عندي. لذلك كان التخطيط انه نعبر هاي المباراه ونلعب قوي مع ذي قار اللي هي اهم من هذه اللعبه. على العموم انا يعني استفادت بكل العناصر لعبتهم، الصغار والكبار، حتى عندي لاعبين 2006 2008 لعبوا واستفادوا من المباراه. هي هاي درس طبعا نتعلم منها. فريق الكرخ فريق كبير ومدرسه بكره اليد، اتمنى لهم التوفيق ومبروك لهم، وان شاء الله نعوض بالايام القادمه. حبيب قلبي. نعم حيدر، اكيد ما زلنا مستمرين الان. كابتن فريق كربلاء، كابتن تحيه لك العراقيه الرياضيه حبيبي، وهارد لك الخساره اليوم. حاول الفريق مجاراة الكرخ، لكن في النهايه الكرخ هو انتصر. صح. اول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، مبروك للكرخ وهارد لك لنا. تعرف انت فرق الامكانيات وفرق المستوى، فريق جاي ينافس على لقب الدوري، هو متصدر الدوري، واحنا جاي ننافس مثلا على المراتب من الخامس للسابع، وان شاء الله القادم افضل. ومبروك للكرخ. حبيب كابتن الله يجزاك. حيدر اخيرا مع لاعب فريق الكرخ كابتن رامي علي. كابتن بارك لكم الفوز، مستوى كبير قدمتوه على مدار الشوطين، في النهايه سعادة الصداره اكيد. اول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا نورتنا في نادي الكرخ. مبروك لنادي الكرخ، لاعبين واداره وكادر تدريبي. هارد لك لنادي كربلاء، فريق محترم، فريق فتي، التوفيق لهم في قادم الايام. الحمد لله والشكر، اشتغلنا كثيرا على هذه المباراه لاستعاده الصداره، والحمد لله والشكر استحنا في صداره الدوري بجهد كبير. وقفوا على نقاط القوه والضعف في الكادر التدريبي، وهيئوا الفريق وهيئوا مستلزمات الفريق لهذه المباراه، والحمد لله والشكر فزنا، وان شاء الله نحافظ على الصداره ونحقق لقب الدوري بجهود الجميع، الاداره والكادر التدريبي واللاعبين الابطال ان شاء الله. حبيبي ممنون حبيبي. نعم حيدر، اكيد هذا ما لدي من ردود افعال بعد المباراه. فوز ثمين للكرخ، استعاد الصداره. الان مساله الدوري بيد فريق الكرخ في حال انتصر في جميع مبارياته. الصوت والصوره لك حيدر، تفضل. شكرا لزميلي مصطفى عصام. بالتاكيد عوده مباشره للكابتن فؤاد. واضح انه تاثير شريف مرسي بنتائج الفريق المباريات اليوم، فارق السكور الاهداف بين الشرطه وذي قار خلى بباله انه لازم يدخل بقوه، ومثل ما قال كنا مركزين مع فريق كربلاء ويعرف هو يكسب النقاط، لكن يريد يوصل للسكور وتقريبا وصل ما اراده، وبالتالي يعني مبروك لفريق الكرخ تسجيل النقاط وايضا الصداره بالدوري. فارق 18 نقطه، قدر يقترب من فريق الشرطه بفارق 20 نقطه عن ذي قار.
بالتاكيد الف مبروك النادي الكرخ، خطوه خطوه دا يتقدم للامام. عرف الكابتن شريف مرسي شلون يلعبها. بالبدايه نزل اللاعبين يعني خلينا نقول ريح بعض اللاعبين ونزل اللاعبين اللي يعتمد عليهم يسووا له فارق. اعتمد على احمد الرفاعي سجل 8 اهداف، اعتمد على اسامه سجل 5 اهداف، وبقيه اللاعبين توزعت بين سهند وبين محمد علي وبين احمد طارق على 4 اهداف 4 اهداف 4 اهداف. يعني بدا يضمن شويه شويه. اول 10 ثاني 10 هو بالشوط الثاني هو حصل يعني ضمن فارق الاهداف. بالعشرة الثالثة هو بدأ ينزل اللاعبين، أشرك أغلب لاعبي الفريق اللي ما مشاركين بالمباريات السابقة. من جهة هو دعم النقاط الفريق بتسلسل الدوري، من جهة ثانية هو دعم بشكل إيجابي اللاعبين اللي موجودين بالفريق اللي ما شاركوا بالمباريات السابقة. كان دارس محلل نادي الكربلاء بشكل كبير، بحيث عرف شلون باقل الجهود يحصل النقاط اللي هو يريدها وفارق الاهداف اللي هو يريده. يعني تفكير واقعي للمباراه، ودا ينتقل خطوه خطوه بشكل مدروس وبشكل واقعي. واضح جهد المدرب مع اللاعبين، صح. واضحه افكار المدرب على مستوى عالي من بالخبره والتكتيكات اللي قاعد يلعب بها بالشوط الاول وبالشوط الثاني. لانه كثره اللاعبين بالاحتياط والاساس منطيته مرونه تكتيكيه عاليه. يعني كل مركز هو يقدر يتحكم به بالتبديلات. التفكير بسكور الاهداف هو كان حاضر لشريف مرسي. في سؤال اخير كابتن محمد، تعليقك على تصريح لمدرب كربلاء اللي قال احنا كنا نفكر في المباراه المقبله، ما كنا نفكر في هالمباراه باعتبار انه على المركز الخامس الى ذلك. يعني رايك بهذا التصريح؟ هل ممكن يعني كان هذا احد اسباب انه فريق الكربلاء لم يبذل جهد في مباراه اليوم؟ الحقيقه يعني هو اذا كان هو يعني هو هذا التفكير، فاني هاي المباراه اعتبرها اعداديه للمباراه القادمه. ايضا هم ابذل بها جهد وأقدم بها مستوى كان المفروض يعني خطه اي نعم اطبق بها الاشياء اللي انا متدرب عليها، حتى اشوف منها اللي الايجابيات والسلبيات. السلبيات اعالجها والايجابيات اعززها وتكون للمستقبل اليه. بس يعني احنا يعني ما شفنا التكتيكات على مود انه اني حتى اطبق، حتى لو اكو يعني خطا او اكو عدم انسجام، على مود اني اقدر من ارجع للتدريبات اقدر اعالج هاي الامور من ناحيه الانسجام او الاخطاء اللي حدثت. طيب بس احنا ما شفنا بعض التكتيكات، ما نعرف ظروفهم، نتمنى لهم التوفيق. نادي كربلاء عنده لاعبين جيدين، اظن اللاعبين يستحقون يعني يقدمون افضل من هذا. اكيد. دكتور محمد حمزه، شكرا لحضورك لهذا اليوم. تعبناك اليوم. لا بالعكس. قبل الفطور وبعد الفطور. لا شكرا لك ولقناتكم الموقره ولجميع العاملين، واحنا ان شاء الله سعيدين بوجودنا معكم. اهلا وسهلا بك دكتور فؤاد متعب، شكرا لحضورك لنا. جزيل الشكر لك ولكل الاخوه العاملين وعلى جهدهم وتعبهم ويانا اليوم بالمباراتين، وان شاء الله نتمنى التوفيق للقناه بنقل بقيه المباريات لدعم كرة اليد العراقية. بالتأكيد، ومبروك للفرق الفائزة اليوم، فريق الكرخ اللي فاز وفريق الجيش وفريق الشرطة، وهارد لك الفرق الخاسرة بالتأكيد باستثناء مباراة الحاشد والنفط البصرة. مبروك بعدها مبروك للكل على هالمستويات اللي المنافس اللي نشوفها بالدوري من متعة إلى متعة. يعني الدوري ممتاز، ويعني هاي السنة الدوري ممتاز وناجح بهاي المنافسه بين فرق المجموعه الاولى وبين فرق المجموعه الوسط. اكيد الدوري يستحق المشاهده بالتاكيد، نتائج ايجابيه وجميله. شكرا لكم. الشكر موصول لمشاهدينا الكرام في متابعه هذا الاستوديو التحليلي الخاص بدوري النخبه العراقي لكره اليد. انتظركم في استديوهات اخرى ان شاء الله، والى اللقاء.